السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا حبايب قلبي طلاب تالتة سنة دفعة 2024 في كل مكان. الفيديو ده بإذن الله هنحل فيه الدرس التاني في الهرمونات. تابع الغدد في الإنسان من كتاب الامتحان. هنحل الدرس كامل أسئلة اختيار لنفسك وأسئلة الاختيار وأسئلة المقال. بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو اعملوا لايك للفيديو واكتبوا كومنت حلو عشان تشجعوني إن أنا أسرع في تنزيل الفيديوهات، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلوك شعار الفيديوهات الجديدة ولما تنزل على القناة، وشاركوا الفيديو لكل أصحابك عشان يستفيدوا، وما تنساش إن الدال على الخير كفاعله. يلا بينا قبل ما نبدأ الفيديو نصلي كلنا على النبي عشان ناخد حسنات. بسم الله. اختار لنفسك رقم 15. السؤال الأول بيقول لك اختر أي مما يلي صحيح بالنسبة لهرموني الأدرينالين والكورتيكوستيرون. طبعا الأدرينالين ده بيفرز من نخاع الغدة الكظرية، لكن الكورتيكوستيرون ده من مجموعة الهرمونات السكرية اللي بيفرز من قشرة الغدة الكظرية. وقلنا إن هرمونات النخاع ديت عبارة عن أحماض أمينية أو مشتقات الأحماض الأمينية، لكن الكورتيكوستيرون أو قشرة الغدة الكظرية والمناسل ده بيكون عبارة عن دهون أو عبارة عن الاسترويدات. فهنا بيقول لك يذوب في الدهون. اللي هيذوب في الدهون اللي هي القشره اللي هي عباره عن الدهون بتذوب في الدهون، لكن بالتالي كده منتجات عفوا مشتقات الاحماض الامينيه اللي هو هرمون الادرينالين لا يذوب في الدهون، بالعكس هيذوب في الميه. بيفرزان بتحفيز من الغده النخاميه. لا، اللي بيفرز بتحفيز من الغده النخاميه اللي هو القشره فقط، اللي هو الكورتيكوستيرون هرمون الاي سي تي اتش، لكن النخاع ده بيكون تنبيه عصبي وليس تنبيه هرموني. يفرزان من النسيج الداخلي للغدة الكظرية. قلنا الداخلي اللي هو النخاع، يبقى يكون الأدرينالين فقط، الكورتيكوستيرون من القشرة. فبالتالي كده الاختيار الصح هيكون د. يؤثران على مستوى الجلوكوز في الدم. ان انت عندك الادرينالين ده بيبدا ان هو يحول الجليكوجين الى جلوكوز، والكورتيكوستيرون والكورتيزون دول مجموعه الهرمونات السكريه، ودول بيبداوا ان هم يعملوا على انتاج الجلوكوز عن طريق ان هم بيحولوا البروتين والدهون، يبداوا ان هم يحللوهم، والحاجات اللي ناتجه من التحليل ديت اللي هي نواتج التحليل يبداوا ان هم يحولوها الى الجلوكوز. فالاثنين بيأثروا على مستوى الجلوكوز في الدم، ان هم بيزودوا الجلوكوز في الدم. رقم 2 بيقول لك ما تأثير انخفاض هرمون الالدوستيرون على مستوى كل من الصوديوم والبوتاسيوم في البول. هنا بيقول لك ايه انخفاض هرمون الالدوستيرون. هو هرمون الالدوستيرون ده اصلا بيعمل ايه؟ هرمون الالدوستيرون ده قلنا ان هو بياخد الصوديوم من البول يرجعه للدم، فبالتالي هو بيزود الصوديوم في الدم. والعكس مع البوتاسيوم، هو بياخد البوتاسيوم الزايد في الدم يبدا ان هو يزوده في البول، فهو بيزود البوتاسيوم في البول وبيقلله في الدم. فهنا بيقول لك انخفاض هرمون الالدوستيرون هيبدا ان هو يقل. فلما يقل كده ايه اللي هيحصل في البول بالنسبه للصوديوم والبوتاسيوم؟ هو اول حاجه كان بياخد الصوديوم يقلله في البول ويزوده في الدم، فلما يقل يبقى كده الصوديوم هيفضل زي ما هو في البول، فبالتالي الصوديوم في البول هيزيد عشان مش هيلاقي حد يرجعه من البول الى الدم. طب البوتاسيوم الزايد في الدم هيفضل زايد في الدم، مش هيلاقي حد ان هو يخلص الدم منه، يعني الدم مش هيتخلص منه البوتاسيوم، فبالتالي البوتاسيوم كده هيفضل زايد في الدم مش هيروح الى البول، والجسم مش هيتخلص منه عن طريق البول، فبالتالي البوتاسيوم في الدم هيقل. يبقى كده اللي يحصل للصوديوم هيزيد والبوتاسيوم هيقل. اختبر نفسك رقم 16 بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة من خلال دراستك للجدول المقابل والذي يوضح تركيز الجلوكوز في دم شخصين س وص بعد تناول نفس الوجبة الغذائية. يعني هم كلوا نفس الوجبة ونفس محتوى البروتين اللي فيها والدهون اللي فيها والسكريات اللي فيها وكل حاجة بالظبط. أي العبارات التالية صحيحة؟ هنا بيقول لك الزمن بعد الوجبة الغذائية بالساعة، وهنا ده تركيز الجلوكوز في الدم، هنا ده الشخص س وده الشخص ص. هنا بعد تناول الوجبة الغذائية بنص ساعة كان تركيز الجلوكوز في الشخص س 180، وفي صاد كان 140. بعد ساعة هنا 195، بعد ساعة ونص هنا 230، بعد ساعتين 245. يعني انت ملاحظ ان هو عمال يزيد. بعد ساعتين ونص 235، بعد 3 ساعات 225، بعد 4 200. يعني هنا تركيز الجلوكوز كل شوية بمرور الزمن بالساعات عمال يزيد. طبعا انت عارف ان اي وجبه غذائيه انت هتاكلها اكيد فيها نسبه من الكربوهيدرات، فبعد اي وجبه غذائيه الجلوكوز بيزيد. يعني انت مثلا كلت عيش كلت رز، طبيعي ان الجلوكوز هيزيد لان ديت عباره عن كربوهيدرات. فكده لما الجلوكوز هيزيد لازم الانسولين معاه بعد الوجبه الغذائيه هيزيد عشان يبدا ان هو يقلله للمستوى الطبيعي. طبعا مستوى الجلوكوز الطبيعي في الدم من 80 ل 120، ديت النسبه الطبيعيه. فمثلا انت كلت النسبه طلعت ل 180، المفروض هنا الانسولين هيزيد يقلل ال 180 ديت يوصلها للنسبه الطبيعيه مثلا ال 120. لكن ده هنا بعد ساعه بيزيد، بعد ساعه ونص بيزيد، مش مشكله، ممكن يكون الانسولين لسه ما زادش، لكن بص لحد 4 ساعات والنسبه وقفت في الاخر عند 200، يعني ما نزلتش للنسبه الطبيعيه من 80 ل 120، يبقى شخص س ده كده مصاب بمرض البول السكري.
طب الشخص صاد هنا بص، بعد ما كل 140، بعد ساعة بقى 130، بعد ساعة ونص 120، بعد كده 110، بعد كده 100، بعد كده 90، بعد كده 85. ده نزل في النسبة الطبيعية ووصل لأقل نسبة طبيعية كمان، فبالتالي الشخص صاد ده كده هيكون سليم. فهنا مصاب س، لكن المصاب س وصاد هو السليم. فهنا بيقول لك الشخص س مصاب بمرض البول السكري، ده كده عباره صحيحه، عشان في الاخر خالص بعد 4 ساعات نسبه السكر برده ما نزلتش للنسبه الطبيعيه وفضلت 200. الشخص مصاب بمرض البول السكري، لا الشخص صاب ده طبيعي، عشان في الاخر نزل للنسبه الطبيعيه 85. كل من الشخصين مصاب بالبول السكري، لا س بس هو اللي مصاب. كل من الشخصين غير مصاب بالبول السكري، لا س مصاب. فبالتالي الاختيار الصح هيكون أ، س هو اللي مصاب بالبول السكري. رقم 17 بيقول لك اختر اي مما يلي بيحدث في نهايه الشهر التاسع من الحمل. نهايه الشهر التاسع يبقى ديت كده عند الولاده. قلنا ايه اللي بيحصل عند الولاده؟ اول حاجه هتلاقي البروجسترون هيبدا ان هو يقل، عشان هو بيزيد بس في فتره الحمل. لكن عند الولاده خلاص كده، مش هو اصلا كده خلاص مش عايز يحافظ على الجنين، ده احنا عايزين الجنين ينزل، فبالتالي البروجسترون بيبدا ان هو يقل. وقلنا الريلاكسين بيبدا ان هو يزيد عشان يعمل على الارتفاق العاني ويسهل من نزول الجنين. وطبعا الاوكسيتوسين بيزيد عشان زود تقلصات الرحم وبرده يسهل من نزول الجنين. فهنا افراز هرمون البروجسترون، لا ده احنا قلنا هرمون البروجسترون بيكون مفرز طول التسع شهور، بيجي بقى في نهايه الشهر التاسع يبدا ان هو يقل، مش لسه هيتفرز. تحفيز نمو الغدد الثدييه طبعا غلط، ده ديت اصلا اللي هو البلوغ اللي هو هرمون الاستروجين، ملوش علاقه بنهايه الحمل. الارتفاق العاني صح، عشان قلنا في نهايه الشهر التاسع بيفرز هرمون الريلاكسين اللي بيعمل على الارتفاق العاني، فبالتالي يؤدي الى سهوله نزول الجنين عند الولاده. نضج حصان الجراف طبعا غلط، ده هنا ديت واحده حامل، فبالتالي اصلا مش هيكون عندها الاف اس اتش والال اتش، هيكونوا واقفين في الفتره ديت عشان ما يحصلش حمل تاني، فطبعا ده ما ينفعش. فبالتالي كده الاختيار الصح هيكون ج، اللي هو الارتفاق العام. كده خلصنا اول جزئيه اسئله اختبر نفسك. تاني حاجه بقى اسئله الاختياري. اول جزئيه فيها الغدتان القذريتان. سؤال رقم 1 بيقول لك ايه الهرمونات الاتيه قابل للذوبان في الماء؟ الحاجه اللي بتدوب في الميه زي مثلا البروتين زي السكريات، لكن الدهون لا تذوب في الميه. الدهون ده بتذوب في المذوبات الغير قطبيه، زي البنزين زي الكيروسين زي رابع كلوريد الكربون. او لو كانت حاجه دهون يعني الدهون تذوب في الدهون اللي زيها. فبالتالي هنا انت عندك الكورتيزون ده من قشره الغده الكظريه، السترون ده من قشره الغده الكظريه، تستوستيرون ده من قشره الغده الكظريه والمناسل. انا قلت لك هرمونات قشره الغده الكظريه والمناسل ديت عباره عن الستيرويدات او الدهون، وبالتالي ديت لا تذوب في الميه. فبالتالي كده اللي هيذوب في الميه فيهم اللي هو الانسولين، لان الانسولين ده عباره عن هرمون بروتين. اي هرمون موجود في الجسم ده عباره عن بروتين، ما عدا هرمونات قشره الغده الكظريه والمناسل ده عباره عن دهون او عباره عن الليبيدات. وعندك برضو نخاع الغده الكظريه، وعندك هرمونات الغده الدرقيه ده عباره عن مشتقات احماض امينيه، وبرضو نفس الكلام ان هي بتذوب في الميه. الوحيده اللي هي لا تذوب في الميه هرمونات قشره الغده الكظريه والمناسل، عشان ده عباره عن دهون. رقم 2 بيقول لك اي مين مالي بيأثر على افراز هرمون الكورتيزون. هرمون الكورتيزون ده بيفرز من قشره الغده الكظريه، مجموعه الهرمونات السكريه. فبالتالي اللي بينشطه واللي بينشط هرمونات قشره الغده الكظريه كلها هرمون جاي من الفصل اللي في الغده النخاميه اللي هو هرمون الاي سي تي اتش، منبه قشره الغده الكظريه. بالتالي ده مش هرمون الاي دي اتش، مش هرمون التستوستيرون، مش هرمون الالسترون. فبالتالي اللي بيأثر على افرازه وبيتحكم في افرازه ينشطه او يثبطه هو اللي بيتحكم في قشره الغده الكظريه، منبه قشره الغده الكظريه هرمون الاي سي تي اتش. رقم 3 بيقول لك اي مما يلي يترتب على زياده افراز هرمون الالسترون بالدم. هرمون الالسترون هيزيد. هو هرمون الالسترون ده بيعمل ايه؟ كنا قلنا ان هو بيسحب الصوديوم من البول ويزوده في الدم، فبالتالي الالسترون لما يزيد يبقى كده هيزود الصوديوم في الدم ويقلله في البول. تاني حاجه كنا بنقول ان هو بياخد البوتاسيوم الزايد في الدم ويبدا ان هو يزوده في البول ويخلص الجسم منه عن طريق البول. فلما يزيد الالسترون يبقى كده البوتاسيوم في الدم هيقل، والعكس ان هو هيزيد في البول. في هنا اللي بيقول لك زياده تركيز ايونات البوتاسيوم بالدم، لا ده احنا قلنا ان هو بيقلله في الدم وبيتخلص منه عن طريق ان هو بيزوده في البول. انخفاض تركيز ايونات الصوديوم من الدم، لا ده احنا قلنا ان هو بيسحبه من البول ويزوده في الدم. انخفاض تركيز ايونات البوتاسيوم بالدم، هي ديت الصح ان هو بيتخلص منه عن طريق البول. زياده تركيز ايونات الصوديوم بالبول طبعا غلط، هو في البول بيقل ويبدا ان هو يزوده في الدم. فبالتالي كده الاختيار الصح يكون ج، انخفاض تركيز ايونات البوتاسيوم بالدم. رقم 4 بيقول لك أي من الرسومات البيانية التالية بيعبر عن تأثير انخفاض نسبة هرمون الألسترون في الدم على تركيز كل من الصوديوم والبوتاسيوم في البول. هنا بيقول لك ايه؟ انخفاض الالسترون نسبته هتقل.
عايز يعرف ايه اللي هيحصل للصوديوم والبوتاسيوم بس نسبتهم في البول. لسه قايلين الالسترون بياخد الصوديوم من البول ويزوده في الدم، والعكس بياخد البوتاسيوم من الدم ويزوده في البول. طب لما يحصل انخفاض للالسترون الوظائف اللي هو بيعملها ديت مش هتبقى موجوده، فانخفاض الالسترون الصوديوم هيفضل زايد في البول زي ما هو، والبوتاسيوم هيفضل زايد في الدم زي ما هو. فهنا الصوديوم والبوتاسيوم في البول قلنا انخفاض الالسترون مش هيعمل وظيفته، فبالتالي البوتاسيوم في الدم هيفضل زايد، الدم مش هيعرف يتخلص منه، فبالتالي نسبته في البول هتبقى قليله. والصوديوم العكس، الصوديوم نسبته في البول هتبقى عاليه وفي الدم هتبقى قليله. فهنا بيسالنا على البول الصوديوم بيزيد والبوتاسيوم بيقل، هنا جايب لك ان الاثنين بيزيدوا يبقى غلط، هنا الاثنين بيقلوا يبقى غلط، هنا جايب لك ان الصوديوم هو اللي بيزيد يبقى صح، والبوتاسيوم هو اللي بيقل يبقى صح، فبالتالي الاختيار الصح ج. هنا جايب لك العكس، جايب لك ان اللي باللون الازرق البوتاسيوم هو اللي بيزيد في البول، طبعا غلط، ده هنا لما يزيد في البول معناها اصلا ان الالسترون زايد مش قليل، فهنا كده هيكون الاختيار الصح ج. رقم 5 بيقول لك اي الهرمونات التاليه غير قابل للذوبان في الماء. لسه قايل لك غير قابل للذوبان في الماء، مش بيذوب في الميه، بدايه اللي هي الدهون، لان الدهون لا تذوب في المذوبات القطبيه زي الميه، ولكن بتذوب في المذوبات الغير قطبيه زي البنزين ورابع كلوريد الكربون وزي الكيروسين او الدهون اللي زيها. فهنا احنا عايزين نجيب حاجه دهون او هرمون دهني، هرمون استرويدي اللي هي هرمونات قشره الغده الكظريه والمناسل. فهرمون الكورتيكوستيرون ده من قشره الغده الكظريه يبقى صح، ده عباره عن دهون. النور ادرينالين من نخاع الغده الكظريه فده مشتقات احماض امينيه فده بيذوب في الميه. هرمون النمو ده عباره عن بروتين. الثيروكسين ده عباره عن مشتقات احماض امينيه برضه بيذوب في الميه، فاللي هو غير قابل للذوبان في الميه اللي هي الدهون اللي هو هرمون الكورتيكوستيرون، لان ده من قشره الغده الكظريه. واحنا قلنا هرمونات قشره الغده الكظريه والمناسل ده عباره عن دهون، وطبعا الدهون لا تذوب في الميه. رقم 6 بيقول لك من أين تتحرر الهرمونات التي تؤثر على نفرونات الكلى؟ اللي بيأثر على الكلية لغاية دلوقتي قلنا هرمونين، هرمون ال EDH بيسحب منها المية ويرجعها الدم، وعندك بعد كده هرمون الألدوستيرون بيديلها البوتاسيوم يقول لها وديه في البول وياخد منها الصوديوم ويرجعه للدم. يبقى انت عندك هرمونين EDH والالدوستيرون. EDH ده بيكون من الفص الخلفي للغدة النخامية، الالدوستيرون ده بيكون من قشرة الغدة الكظرية. فالهرمونات دي من الفص الامامي، لا الاي دي اتش ده بيكون من الفص الخلفي. هنا بيقول لك الفص الخلفي للغده النخاميه ونخاع الغده الكظريه، النخاع يبقى لا احنا قلنا القشره، النخاع لا القشره، فبالتالي كده الاختيار الصح هيكون ب قشره الغده الكظريه هرمون الالدوستيرون، والفص الخلفي للغده النخاميه اللي هو هرمون الاي دي اتش. رقم 7 بيقول لك ما الهرمون الذي تتوقع ارتفاع مستواه في الدم عند تناول وجبه بتحتوي على اسماك مملحه؟ هنا بيقول لك هرمون هيرتفع مستواه لما تاكل اسماك مملحه. يعني ايه اسماك مملحه؟ يعني الملح هيزيد، الملح كده في الدم هيزيد، واحنا قلنا الملح والميه علاقه عكسيه، الملح لما يزيد يبقى كده الضغط الاسموزي هيزيد والاسموزيه هتزيد والذهبات هتزيد، يبقى الميه، فبالتالي كده الميه هتقل. يبقى احنا عايزين هرمون يقلل الضغط الاسموزي، ما الملح زاد فالضغط الاسموزي هيزيد. احنا قلنا مين الهرمون اللي بيقلل الضغط الاسموزي عن طريق ان هو بيزود الميه؟ طبعا ده مش الجلوكاجون، ده بيأثر على الجلوكوز. الالسترون ده ليه علاقه بالصوديوم والبوتاسيوم بس، لكن هنا اسماك مملحه يعني الملح هيزيد الضغط الاسموزي هيزيد الميه هتقل، فاحنا كده عايزين واحد يزود الميه عشان يقلل الضغط الاسموزي. الكورتيزون ده السكريات او النشويات ملوش علاقه بالضغط الاسموزي والملح، فبالتالي الاختيار الصح طبعا هيكون ج اللي هو هرمون ال ADH، يروح على الكليه يسحب منها الميه ويرجعها للجسم، فبالتالي الميه لما تزيد تقلل نسبه الاملاح وتقلل الضغط الاسموزي. رقم 8 بيقول لك الهرمونات التي تؤثر في ايض النشويات بتفرز بتاثير هرمون. طبعا ايض النشويات ديت اللي هي مجموعه الهرمونات الذكريه زي الكورتيزون وزي الكورتيكوستيرون، وطبعا ديت بتفرز من قشره الغده الكظريه بتاثير هرمون جاي من الفص الامامي للغده النخاميه اللي هو منبه قشره الغده الكظريه اللي هو هرمون الاي سي تي اتش اللي هو الاختيار ده. طب عندك الاي دي اتش، الاي دي اتش ده طبعا من الفص الخلفي ملوش علاقه بايض النشويات. عندك الاف اس اتش والال اتش دول المناسل مالهمش علاقه بالنشويات. رقم 9 بيقول لك اي الهرمونات التاليه بيأثر نشاطها على تركيز البول في الانسان السليم؟ عندك هنا الالدسترون، هل ده بيأثر على البول في الانسان السليم؟ ان هو بيروح بياخد الصوديوم يرجعه الى الدم، وبياخد البوتاسيوم يوديه للبول، فده كده صح. الاي دي اتش برده صح، لما مثلا الواحد كميه الميه اللي فيه تقل او ياكل اسماك مملحه زي السؤال اللي فوق ده، يبدا ان هو الاي دي اتش يروح على الكليه يعمل عاده امتصاص للميه ويرجعها للجسم، فبالتالي الاختيار ده كده صح. طب عندك ب هنا الجلوكاجون والانسولين. طبعا قلنا الانسولين ده بيأثر على البول ولكن في حالة البول السكري، يعني في مرض البول السكري الجلوكوز بيزيد في البول وده اللي هو بيعمل حالة زيادة التبول، فبالتالي ده اللي بيؤدي إلى العطش.
فهنا الانسولين بيأثر على البول ولكن في الشخص المصاب، اللي هو الشخص المصاب بمرض البول السكري. لكن الشخص السليم هل الانسولين بيأثر له على حاجه في البول؟ لا، هو بيأثر على الجلوكوز وبيأثر على الجليكوجين وبيأثر على الخلايا ان هو يدخل لها الجلوكوز، لكن مش بيأثر على البول. طبعا الاكسيتوسين ده ليه علاقه باللبن وليه علاقه بنزول الجنين، ملوش علاقه بالبول. عندك هنا الكالسيتونين والبارسلمون، الاثنين دول ليهم علاقه بالكالسيوم، ملهمش علاقه بالبول، فبالتالي الاختيار الصح هيكون الف الالدوستيرون والاي دي اتش. رقم 10، ايه الهرمونات التالية يتزامن افرازه مع زيادة نشاط اللاعبين داخل الملاعب الرياضية؟ زيادة نشاط اللاعبين داخل الملاعب الرياضية، احنا قلنا اثناء التدريبات الرياضية ده كده بتعتبر من ضمن حالات الطوارئ اللي الجسم بيكون فيها، فبالتالي كده هيفرز هرمونات النقد وهرمونات الطوارئ اللي هو طبعا الادرينالين والنور ادرينالين. عندك الكالسيتونين دي بيأثر على الكالسيوم، ملوش علاقة بالتدريبات الرياضية واللعب في الملاعب الرياضية. التستوستيرون ده هرمون الذكورة، برضه ملوش علاقة بالملاعب الرياضية. الجاسترين ده من المعدة، يعني ده كده الهضم، فملوش برضه علاقة بالتدريبات الرياضية. فبالتالي التدريبات الرياضية ده بتندرج تحت هرمونات الطوارئ، اللي هو هيكون حالات الطوارئ اللي هو هيفرز فيها هرمون الادرينالين وهرمون النور ادرينالين. رقم 11 بيقول لك اي مما يلي بتختلف كميته بين س وص بفعل التركيب لام بالشكل المقابل تحت تأثير الهرمون المفرز من الفص الامامي للغدة النخامية. هنا طبعا انت عندك س ده باللون الاحمر، يبقى ده كده عبارة عن شريان. ص ده باللون الازرق، يبقى ده كده عبارة عن الوريد. ولام طبعا ده كده اللي هي عبارة عن الكلية او الكليتين. فهنا ده كده بيقول لك ايه اللي هتختلف كميته بين س وص، بين الشريان وبين الوريد. طبعا الشريان ده اللي هو داخل للكليه، الوريد ده اللي هو خارج من الكليه وراجع للدم. بالشكل المقابل تحت تاثير هرمون مفرز من الفص الامامي للغده النخاميه. احنا قلنا الهرمونات اللي بتاثر على الكليه هرمونين، عندك اول حاجه الاي دي اتش، وعندك تاني حاجه الالدوستيرون. هرمون الاي دي اتش ده بيفرز من الخلايا العصبيه المفرزه او الفص الخلفي، ملوش علاقه خالص بالفص الامامي، فبالتالي كده الاي دي اتش غلط، فهنستبعد الاي دي اتش. فاضل كده الالدوستيرون. طب هو الالدوستيرون يا مستر بيفرز من الفص الامامي؟ لا، هو مش بيفرز من الفص الامامي، هو بيفرز من قشره الغده الكظريه، بس جاي لها التنبيه بتاعها من الفص الامامي للغده النخاميه عن طريق الاي سي تي اتش. يبقى الاي سي تي اتش من الفص الامامي يروح على قشره الغده الكظريه يخليها تفرز الالدوستيرون. يبقى في الحاله ده كده اللي هيشتغل الالدوستيرون. طب هنا الالدوستيرون بيأثر على ايه؟ هل بيأثر على ايونات الكالسيوم؟ لا، ده كده يا اما البارسرمون يا اما الكالسيتونين. هل بيأثر على الجلوكوز؟ لا، اللي بيأثر على الجلوكوز ده يا اما الانسولين او الجلوكاجون. هل بيأثر على جزيئات الميه؟ لا، الميه دي اللي بيأثر عليها الاي دي اتش اللي هو بيفرز من الفص الخلفي او الخلايا العصبيه المفرزه، وعشان كده استبعدناه لانه ملوش علاقه بالفص الامامي. فبالتالي هنا الالدوستيرون ده بيأثر على ايونات البوتاسيوم، فبالتالي كده الاختيار الصح هيكون الف. طب هو بيأثر عليها ازاي؟ ان هو بيروح بياخدها من الدم، يعني هو بيكون جايبها في الشريان، فالشريان هنا نسبته هتكون عاليه وبيدخلها الكليه، فبالتالي هنا في الشريان نسبه البوتاسيوم هتكون عاليه، ونسبته في الوريد اللي هو خارج من البول او راجع من الكليه الى الدم هتكون قليله. رقم 12 بيقول لك بعد اجراء عده فحوصات لعينه دم انسان لوحظ نقص حاد ومستمر في مستويات الصوديوم. الصوديوم عمال يقل، وقال لك ده عينه دم، يعني هنا الصوديوم بيقل في الدم. طب هو مين اصلا اللي بيزود الصوديوم في الدم؟ ده هرمون الالدوستيرون. طب هنا الصوديوم عمال يقل في الدم، يبقى هنا كده اكيد في نقص في افراز هرمون الالدوستيرون، مش عامل وظيفته كويس، فعشان كده الصوديوم بيقل في الدم. بيقول لك قد يرجع ذلك الى وجود خلل في افراز هرمون طبعا الالدوستيرون. الكورتيكوستيرون ده النشويات ملوش علاقه بالصوديوم، الكورتيزون ده نشويات ملوش علاقه بالصوديوم. الالدوستيرون يبقى ده كده صح، ولا بيأثر على الصوديوم وبيأثر على البوتاسيوم. الادرينالين دي حالات الطوارئ ملوش علاقه بالصوديوم، فبالتالي الاختيار الصح كده هيكون ج هرمون الالدوستيرون من قشره الغده الكظريه. رقم 13 بيقول لك اي مما يلي يمكن ملاحظته في تحليل الدم عند اصابه قشره الغده الكظريه. هنا تحليل الدم حصل اصابه في قشره الغده الكظريه، يبقى كده اللي هيتاثر هرمونات قشره الغده الكظريه. فهنا بيقول لك ايه اللي هيحصل في الدم؟ ارتفاع نسبه الصوديوم وانخفاض نسبه البوتاسيوم، صوديوم بوتاسيوم صوديوم بوتاسيوم. يبقى احنا كده خلاص عرفنا ان هو بيكلمنا على هرمون معين في قشره الغده الكظريه، هو هرمون الالدوستيرون، عشان بيكلمنا على الصوديوم والبوتاسيوم. هنا بيقول لك حصل اصابه لقشره الغده الكظريه، اصابه فيها فاكيد مش هتقدر ان هي تقوم بعملها بشكل كويس، بالتالي مش هتقدر ان هي تفرز الهرمونات بتاعتها بشكل كويس، بالتالي كده قشره الغده الكظريه هرموناتها هتقل عشان حصل فيها اصابه، بالتالي هرمون الالدوستيرون هيقل. هرمون الالدوستيرون لما يقل ايه اللي يحصل للصوديوم والبوتاسيوم في الدم؟ ايه اللي هيحصل فيهم؟
اول حاجه كده البوتاسيوم هيفضل زايد في الدم، الجسم مش هيتخلص منه عن طريق الكليه، فبالتالي كده البوتاسيوم في الدم هيكون زايد، والصوديوم مش هيحصل له اعاده امتصاص ويرجع الدم، فالصوديوم كده هيكون قليل في الدم وزايد في البول. يبقى البوتاسيوم هيكون زايد في الدم والصوديوم هيكون منخفض في الدم. فهنا بيقول لك ارتفاع نسبه الصوديوم، لا ده احنا قلنا ان هو هيكون منخفض. انخفاض الصوديوم صح، ارتفاع البوتاسيوم صح، عشان الجسم مش هيقدر ان هو يتخلص منه، فبالتالي كده الاختيار الصح هيكون ب. طب ج بيقول لك ارتفاع نسبة كل من الصوديوم ومن البوتاسيوم، لا الصوديوم قلنا ان هو هيكون منخفض، فبالتالي الصوديوم هنا غلط. انخفاض نسبة كل من الصوديوم والبوتاسيوم، لا قلنا البوتاسيوم هيكون مرتفع، فبالتالي الاختيار الصح هيكون ب. رقم 14 بيقول لك ايه العبارات التالية بتعبر عن العلاقة بين هرمون الاي سي تي اتش وهرموني الكورتيزون وهرمون والالدوستيرون. هرمون الاي سي تي اتش ده منبه قشرة الغدة الكظرية، هرموني الكورتيزون والالدوستيرون دول هرمونات اصلا قشرة الغدة الكظرية. في علاقتين بين الهرمونات ديت. اول علاقه ان الاي سي تي اتش ده منبه قشره الغده الكظريه، فلو زاد قشره الغده الكظريه تزود هرموناتها الكورتيزون والالدوستيرون، لو قل يبقى كده قشره الغده الكظريه تقلل هرموناتها. في علاقه تانية بقى اللي هي العلاقه العكسيه او التغذيه الراجعه السلبيه. التغذيه الراجعه السلبيه ده بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان الكورتيزون والالدوستيرون او قشره الغده الكظريه عامه لو زودت هرموناتها عن المعدل الطبيعي، فالاي سي تي اتش بالتغذيه الراجعه السلبيه يقل عشان يخليها تقلل افرازاتها وتنزل للنسبه الطبيعيه. والعكس لو عليت عن النسبه الطبيعيه او قلت عن النسبه الطبيعيه، الاي سي تي اتش هو اللي يعلى عشان يخليها تعلى للنسبه الطبيعيه. فديت العلاقات اللي بينهم. فاللي بيقول لك بيقل افراز الكورتيزون والالدوستيرون بزياده الاي سي تي اتش، لا بزياده الاي سي تي اتش يبقى دول هيزيدوا مش هيقلوا. ب بيقول لك يزداد افراز الكورتيزون والالدوستيرون بنقص الاي سي تي اتش، لا لو بنقص الاي سي تي اتش يبقى دول هينقصوا مش هيزيدوا. ج يزداد افراز الكورتيزون والالدوستيرون بزياده الاي سي تي اتش، طبعا ده صح، فبالتالي كده الاختيار الصح هيكون ج. ده اللي بيقول لك بيقل افراز هرمون الاي سي تي اتش بنقص افراز الكورتيزون والالدوستيرون، نقص افراز الكورتيزون والالدوستيرون لما دول ينقصوا، قلنا بالتغذيه الراجعه السلبيه الاي سي تي اتش لازم يزيد عشان يرفعهم وينبه قشره الغده الكظريه ان هي ترفعهم، فبالتالي هنا الاي سي تي اتش هيزيد مش هيقل، وديت اللي اسمها التغذيه الراجعه السلبيه، فبالتالي هنا الاختيار الصح هيكون ج. رقم 15 بيقول لك من الشكل المقابل الذي يوضح الاتصال العصبي بالغده الكظريه. هنا ده النخاع الشوكي، في عصب خارج منه رايح على الجزء الداخلي اللي هو النخاع، خلاه يفرز هنا صاد خارج فيه وعاء دموي، طبعا الغده الكظريه سموها، فبالتالي هرموناتها بتخرج في الوعاء الدموي. يبقى صاد ده هرمون جاي من نخاع الغده الكظريه. س ده وعاء دموي جاي وعاء دموي جاي على الجزء الخارجي الاصفر، فبالتالي هو كده جاي على القشره، فاكيد س ده كده اللي هو الاي سي تي اتش وجاي برده في وعاء دموي عشان الغده النخاميه الغده صماء، خلاها تفرز هرمون عين جاي ما هو من القشره الجزء الخارجي، فبالتالي ده كده هرمون من قشره الغده الكظريه. فهنا مال هرمونات س وص وعين على الترتيب. عندك اول حاجه س ده قلنا اللي هو الاي سي تي اتش اللي هو جاي على القشره، بعد كده ص ده هرمون من النخاع مش الالسترون مش الاي سي تي اتش، عين ده هرمون من القشره، فبالتالي هنا كده الاختيار الصح هيكون ج. رقم 2 بيقول لك ما الهرمونات الاسرع في الافراز؟ طبعا الاسرع في الافراز الاعصاب بتكون اسرع من الهرمونات، التنبيه العصبي اسرع من التنبيه الهرموني، فبالتالي الاعصاب هي اللي بتكون اسرع، فبالتالي هنا الاسرع هو الادرينالين اللي هو صاد، فبالتالي كده الاختيار الصح يكون ج اللي هو صاد فقط. رقم 3 بيقول لك ما الذي يترتب على التحفيز العصبي الموضح في الشكل؟ التنبيه العصبي الموضح في الشكل طبعا اللي هو افراز الادرينالين. فافراز الادرينالين بيعمل ايه؟ بيتحكم في انتاج الغده للطاقه بشكل مباشر؟ لا غلط. سرعه استجابه خلايا الغده لافراز هرمون بيرفع ضغط الدم؟ ده كده صح، هو فعلا بيرفع ضغط الدم. ج زياده فتره استجابه خلايا الغده لافراز هرمون بيتحكم في البلوغ؟ لا، هو ما قلناش ان الادرينالين بيتحكم في البلوغ. تظبيط استجابه الجزء الخارجي من الغده اللي هي القشره؟ برضو غلط، ما قلناش ان الادرينالين بيصبغ القشره، فبالتالي الاختيار الصح هيكون ب سرعه استجابه خلايا الغده لافراز هرمون بيرفع ضغط الدم اللي هو هرمون الادرينالين هرمون الطوارئ. رقم 16 بيقول لك ما سبب زياده عدد ضربات القلب المفاجئه لحظه رؤيه حيوان شرس؟ حيوان شرس، فبالتالي ده كده حالات الطوارئ، فبالتالي يخرج فيها هرمون الادرينالين وده اللي يعمل زياده في عدد ضربات القلب. هرمون الادرينالين ده مش هرمون من القشره، ده مش هرمون من الغده الدرقيه، ده مش هرمون من الجزء العصبي للغده النخاميه، ده هرمون نخاع الغده الكظريه، فبالتالي الاختيار الصح هيكون ب ارتفاع تركيز هرمونات نخاع الغده الكظريه، زياده ادرينالين، حالات طوارئ، فبالتالي ده يؤدي الى زياده ضربات القلب. رقم 17 بيقول لك اي الرسومات البيانيه التاليه غير صحيح، يعني الاجابه الغلط عند زياده نشاط نخاع الغده الكظريه. هنا بيقول لك غير صحيح، يعني عايزين نختار الحاجه الغلط. لما يزيد نخاع الغده الكظريه يعني هيفرز هنا الادرينالين.
الادرينالين لما يزيد هيزود ضربات القلب، طبعا ضربات القلب هتزيد، فهنا العلاقه المفروض تكون طرديه. هنا لقيتها فعلا طرديه يبقى صح. هنا وقفت هنا، فبالتالي ده كده خلاص حاله الطوارئ خرجت، فبالتالي ده كده علاقه صحيحه. الجلوكوز في الدم قلنا ان هو بيحول الجليكوجين الى جلوكوز، فبالتالي برضه بيزود الجلوكوز، يعني علاقه طرديه. يبقى ده كده علاقه طرديه، فبالتالي برضه الشكل ده صح. قلنا ان هو بيزود الجلوكوز عن طريق ان هو بيحول الجليكوجين المخزن لجلوكوز، فبالتالي الجليكوجين بيقل ويتحول لجلوكوز، فالجليكوجين هيقل. هنا فعلا علاقه عكسيه، فبالتالي برضو الاختيار ده صح. طب هنا الزمن وانطلاق CO2 اللي هو ثاني اكسيد الكربون، احنا قلنا ان هو بيحول الجليكوجين الى جلوكوز عشان ياخد الجلوكوز ده يخليه يدخل في الخلايا، والخلايا تاخده وتاخد منه الطاقه، والطاقه ديت هي اللي تخرجك من حاله الطوارئ اللي انت فيها. فبالتالي الجلوكوز بيبدا ان هو يتاكسد، وطبعا اكسده الجلوكوز بينتج عنها انطلاق ثاني اكسيد الكربون. فانطلاق ثاني اكسيد الكربون بيزيد العلاقه طرديه. هنا لقينا ان هو بيقل علاقه عكسيه، لا يبقى ده كده الغلط الغير صحيحه، فعشان كده هنختار الاختيار ده. رقم 18 بيقول لك ايه الهرمونات التاليه مسؤوله عن استجابه العضله للسيال العصبي. يعني ايه استجابه العضله للسيال العصبي؟ ان هي تعمل الوظيفه بتاعتها ان هي تنقبض. ما لما يجي سيال عصبي للعضله هي بتستجيب في شكل ايه؟ بتستجيب في شكل الانقباض. فبالتالي الانقباض ده مين الهرمون المسؤول عنه؟ يبقى لازم نعرف مين الايون اصلا المسؤول عنه، او مين الحاجه المسؤوله عنه. المسؤول عن استجابه العضله للسيال العصبي اللي يخليها تنقبض بشكل اساسي وبشكل مباشر هو ايون الصوديوم ال Na الموجب. احنا قلنا اول حاجه الكالسيوم بيبدا ان هو يحرر النقل العصبي للسيليكولين، الكالسيوم بيبدا ان هو يكون روابط مستعرضه، ولكن ما قلناش ان هو اول لما بيشتغل بيعمل انقباض عضلي. النقل العصبي بقى اول لما بيجي يشتغل ويبدا ان هو يفتح البوابات عشان يدخل الصوديوم. قلنا اول لما الباب بيتفتح والصوديوم يدخل، قلنا في الوقت ده بتتحول العضله الى حاله اللا استقطاب، او اللي هو حاله الانقباض، وديت معناها استجابه العضله للسيال العصبي اللي هو طبعا في صوره الانقباض. فبالتالي المسؤول عنها ايون الصوديوم. فالكالسيتونين طبعا غلط عشان ده ليه علاقه بالكالسيوم. كورتيزون ده نشويات يبقى غلط. سكرتين ده في القناه الهضميه يبقى غلط. احنا عايزين هنا حاجه ليها علاقه بالصوديوم، وده طبعا اللي بيتحكم فيه هرمون الالدوستيرون. رقم 19 بيقول لك الرسم البياني المقابل بيوضح معدل خروج الصوديوم في البول س. يبقى س ده كده الصوديوم في البول، وصاد ده الالدوستيرون في الدم. اي العبارات بتتفق مع ما يمثله المنحنى. هنا في الجزء الاول ده كده لقينا ان الالدوستيرون بيقل ومعاه الصوديوم في البول بيزيد، عشان طبعا الالدوستيرون وظيفته ان هو ياخد الصوديوم من البول يقلله في البول ويزوده في الدم. طب لما هو يقل يبقى كده الصوديوم في البول هيبدا ان هو يزيد. في الجزء ده طبعا يعتبر كان ثبات ما فيهوش تغير. بعد كده بقى من الفتره من A ل B لقينا الالدوستيرون عمال يزيد، فعشان كده طبعا يبدا ان هو ياخد الصوديوم من البول ويقلله، وفعلا ده اللي حصل، هو الصوديوم عمال يقل في البول. فهنا اللي بيقول لك الوجبات الغذائيه الغنيه، يعني اللي مليانه بملح الطعام. ملح الطعام ده اللي هو كلوريد الصوديوم اللي هو ال NaCl. غنيه ملح الطعام يعني هنا نسبه الصوديوم عاليه جدا، فالصوديوم هنا في الدم هيزيد، فالجسم عشان يتخلص منه لازم يقلل الالدوستيرون. طب هيزود الالدوستيرون؟ لا، ما هو كده كده عنده اصلا الصوديوم زاد عن النسبه الطبيعيه عشان انت اكلت ملح كتير، فزودت الصوديوم في جسمك بنسبه كبيره اكتر من اللي هو محتاجها، فهنا اصلا الجسم عايز يتخلص منه مش عايز يسحبه، فهنا هيؤدي الى انخفاض مستوى الالدوستيرون مش ارتفاع الالدوستيرون. بيقول لك انخفاض نسبة الصوديوم في البول بيفسرها ارتفاع مستوى هرمون الالدوستيرون. طبعا ده عبارة صحيحة، عشان انخفاض نسبة الصوديوم في البول اهو بدأ ان هو يقل، ده اللي بيفسره ارتفاع الصوديوم في ارتفاع الالدوستيرون في الدم. فارتفاع الالدوستيرون هيبدأ ان هو يسحب الصوديوم من البول، وده فعلا اللي زوده، فبالتالي الاختيار الصح هيكون ب. ج لا توجد علاقة بين زيادة ملح الطعام وزيادة ال Na بالوجبات ومستوى الالدوستيرون. طبعا غلط، في علاقة ان زيادة ملح الطعام يؤدي الى انخفاض الالدوستيرون. ده اللي بيقول لك الفترة من ال B ديت هيقابلها انخفاض مستوى البول، انخفاض مستوى البوتاسيوم في البول. هنا طبعا ارتفاع في الالدوستيرون، فبالتالي زيادة الالدوستيرون هيبدأ ان هو ياخد البوتاسيوم من الدم ويتخلص منه عن طريق ان هو يزوده في البول، فبالتالي هيقابلها انخفاض لمستوى البوتاسيوم في البول. طبعا غلط، ارتفاع البوتاسيوم في البول. رقم 20 بيقول لك ما الهرمون الذي يؤثر في عمل الكليتين بشكل غير مباشر؟ طبعا قلت لك الهرمونات اللي بتأثر على عمل الكليتين بشكل مباشر الاي دي اتش وهرمون الالدوستيرون. الجي اتش ما قلناش ان هو بيشتغل على الكليه، تي اس اتش ما قلناش ان هو بيشتغل على الكليه. قلنا اللي بيشتغل على الكليه الاي دي اتش والالدوستيرون. الاي دي اتش ده بشكل مباشر ان هو والالدوستيرون بيروحوا على الكليه على طول، فبالتالي اللي بيشتغل بشكل غير مباشر هو الاي سي تي اتش اللي هو الاختيار الف. ازاي؟ ان الاي سي تي اتش ده منبه قشره الغده الكظريه، فالاي سي تي اتش يبدا ان هو ينشط قشره الغده الكظريه ان هي تفرز هرمون الالدوستيرون،
وهرمون الالدوستيرون هو اللي يروح بعد كده على الكلي. يبقى هو كده راح على الكليه بشكل غير مباشر، ان هو اللي بينشط الهرمون اللي بيروح على الكلي. يبقى بشكل مباشر الدوستيرون اي دي اتش، غير مباشر الاي سي تي اتش. رقم 21 بيقول لك يتعرض جسم المتسابق في نهاية ماراثون الجري للإصابة بالجفاف. الجفاف طبعا اللي هو نقص المية. ماراثون الجري يعني بعد جري طويل جدا، فطبعا كمية عرق كبيرة، فبالتالي كده هيفقد مية كتير عن طريق العرق، وده اللي يؤدي إلى الإصابة بالجفاف. أي أجزاء الغدة النخامية والغدة القذرية على الترتيب مسؤولة عن استعادة الاتزان الأسموزي بشكل مباشر. هو هنا فقد إيه؟ الجفاف ده بيكون عن طريق العرق، عشان هنا قال لك نهايه ماراثون الجري، يعني هو قاعد يجري لفتره طويله، فبالتالي هو عرق كميه كبيره. العرق ده بيكون فيه ميه وبيكون فيه املاح، فبالتالي كده الجسم فقد ميه وفقد املاح من ضمنها الصوديوم. فبالتالي كده اي اجزاء الغده النخاميه هيشتغل اللي هو الاي دي اتش عشان يبدا ان هو يعمل اعاده امتصاص للميه. الاي دي اتش ده مش من الفص الامامي، مش من الفص الامامي، ده بيكون من الجزء العصبي اللي هي الخلايا العصبيه المفرزه. عندك تاني حاجه الاملاح، اللي بيتحكم فيه الاملاح والايونات، الصوديوم والبوتاسيوم، طبعا ده هرمون الالدوستيرون. النخاع ملوش علاقه بالاتزان الاسموزي، فده بيكون القشره، فبالتالي كده الاختيار الصح هيكون ج. الجزء العصبي يفرز اي دي اتش يتحكم في الميه، القشره الالدوستيرون يتحكم فيه الصوديوم والبوتاسيوم. رقم 22 اي مما يلي يعبر عن الهرمونات 1 و2 و3 الموضحه بالشكل الذي امامك. ديت كده الغده النخاميه افرزت هرمون واحد راح على قشره الغده القذريه، فطبعا ده كده هرمون الاي سي تي اتش. عندك بعد كده ما راحت على القشره، هنا القشره الجزء هو الخارجي افرز هرمون دخل على الكليه، دخل على الكليه يبقى ده كده هرمون الالدوستيرون. بعد كده رقم 3 الجزء هو الداخلي اللي هو اللون الغامق ده، افرز هرمون راح على الجزء ده كده والعضو ده كده طبعا اللي هو الكبد، يبقى ده كده رايح عشان يحول الجليكوجين الى جلوكوز، يبقى ده هرمونات الطوارئ الادرينالين والنور ادرينالين. فبالتالي كده الاختيار الصح يكون الف. اول حاجه اس تي اتش جاي من الغده النخاميه، نشط القشره ان هي تفرز الالدوستيرون، يدخل على الكليه يعمل اعاده امتصاص للصوديوم ويدخل لها البوتاسيوم. ورقم 3 ده النخاع افرز ادرينالين على الكبد عشان ده حالات طوارئ يروح يحول الجليكوجين الى الجلوكوز. رقم 23 بيقول لك ماذا يحدث عند تناولك لوجبه غذائيه فقيره جدا لملح الطعام. ملح الطعام ده اللي هو كلوريد الصوديوم ال NaCl، فقيره جدا، فبالتالي ال Na قليل والسي ال طبعا قليل. سيبك من السي ال دلوقتي، خلينا نركز على ال Na عشان هنا بيكلمنا على الالدوستيرون. فهنا ال Na الموجب كميته هتكون قليله، فبالتالي كده لما يكون قليل جدا في الدم فقير جدا في الدم، فبالتالي هنا الالدوستيرون لازم يزيد عشان يجيب الصوديوم من البول ويزوده في الدم. فهنا يؤدي لارتفاع مستوى الالدوستيرون بالدم، طبعا صح لازم يزيد عشان يروح يجيب الصوديوم من البول ويزوده في الدم. طب هنا انخفاض مستوى الالدوستيرون طبعا غلط، قلنا لازم يزيد. انخفاض نسبة البوتاسيوم، احنا هنا بنتكلم عن ملح الطعام NaCl، محدش يتكلم هنا على البوتاسيوم. وكمان ده هنا قلنا ارتفاع الالدوستيرون، فارتفاع الالدوستيرون هيؤدي الى زيادة البوتاسيوم في البول. طب ج ارتفاع نسبة الصوديوم في البول، طبعا غلط، هيبقى انخفاض مش ارتفاع، فالاختيار الصح هيكون ألف. رقم 24 بيقول لك قام احد الباحثين بازاله جزء كبير من الطبقه الخارجيه، الطبقه الخارجيه للغده القذريه، بدايه كده اللي هي القشره. شال جزء كبير من القشره، فبالتالي كده افراز القشره هيقل او هرمونات القشره هتقل. ما النتيجه المترتبه على ذلك؟ انخفاض افراز هرمون الاي سي اتش، طبعا غلط، احنا قلنا بالتغذيه الراجعه السلبيه هرمونات قشره الغده القذريه هتقل، فبالتالي بالتغذيه الراجعه السلبيه الغده النخاميه تزود الاي سي اتش، تقول له روح بكميه كبيره الحق قشره الغده القذريه خليها تزود افراز هرموناتها عشان الجسم دخل في مشاكل، فبالتالي هيزيد بالتغذيه الراجعه السلبيه. انخفاض افراز مستوى هرمون الالدوستيرون، طبعا دي صح عشان ده من هرموناتها، شلت جزء كبير فبالتالي افراز الهرمونات بتاعتها كلها هتقل، اللي من ضمنها هرمون الالدوستيرون. جيم بيقول لك انخفاض هرمون الادرينالين، طبعا الادرينالين ده من النخاع ملوش علاقه بالطبقه الخارجيه، هو ليه علاقه بالطبقه الداخليه النخاع. زياده افراز الكورتيزون، طبعا غلط، هيقل عشان انت شلت جزء مش زودت جزء، فبالتالي الاختيار الصح هيكون ب انخفاض الالدوستيرون. ندخل بعد كده على جزئيه هرمونات البنكرياس. رقم 25 بيقول لك من الشكلين المقابلين اين يكثر تواجد الخلايا س وص على الترتيب. س ديت لما تبص عليها ادي نواه وديت الميتوكوندريا، انت ملاحظ ان الميتوكوندريا موجوده هنا بنسبه كبيره جدا، يعني بص في ص هي واحده بس، لكن هنا في ميتوكوندريا كبيره جدا، يبقى اكيد الخليه ديت خليه بتحتاج الطاقه بكميه كبيره.
طب صاد ديت فيها حويصلات افرازيه بكميه كبيره. حويصلات افرازيه يعني ديت بتفرز حاجه، ديت اكيد كده عباره عن غده، يبقى ديت بتفرز حاجه، يبقى ديت غده، ديت ميتوكوندريا كبيره، يبقى اكيد محتاجه كميه طاقه كبيره، فاكيد ديت عباره عن عضله. العضله هي اللي بتكون محتاجه كميه طاقه كبيره. فهنا العظام لا، العظام ما بتكونش محتاجه كميه طاقه كبيره. طب هنا العضلات، هي العضلات بتكون محتاجه الحصيلات الافرازيه دي كلها؟ طبعا غلط. هل الغضاريف محتاجه الحصيلات الافرازيه دي كلها؟ طبعا غلط. العظام مش محتاجه برضو الحصيلات الافرازيه دي كلها، فبالتالي هنا الاختيار الصح هيكون ج. ديت العضلات الهيكليه والبنكرياس. العضلات الهيكليه فيها ميتوكوندريا كتير، عشان طبعا هي بتبدا ان هي تعمل انقباض يعني انت مثلا عضلات رجلك انت بتتحرك كام حركه في اليوم، فانت محتاج كميه اي تي بي عاليه جدا طول اليوم، كل انقباض وكل انبساط، فبالتالي الميتوكوندريا لازم تكون كبيره. سطح حصيلات افرازيه كبيره فديت غده، فبالتالي ده كده اللي هو البنكرياس. رقم 26 بيقول لك من الرسومات البيانيه المقابله اي مما يلي صحيح. هنا الزمن وتركيز عين، بمرور الزمن تركيز عين بيبدا ان هو يزيد، علاقه طرديه. هنا بمرور الزمن تركيز ص بيبدا ان هو يقل، بمرور الزمن تركيز س بيبدا ان هو يقل، يبقى س وص بيقلوا، عين هو الوحيد اللي بيزيد. بيقول لك اي مما يلي صحيح. الف بيقول لك اذا كان س هو اليود، س ده هو اليود اللي بيقل، فان عين هو هرمون الثيروكسين. هو لو س اللي بيقل ده اليود، فبالتالي عين هيكون الثيروكسين ويزيد، ده احنا قلنا الثيروكسين ده بيدخل في تكوينه اليود، فاليود لو س بيقل يبقى اكيد طبعا كده الثيروكسين هيقل مش هيزيد، فده كده غلط. بيقول لك اذا كان س هو هرمون الانسولين، يبقى هنا الانسولين بيقل، الانسولين ده وظيفته اصلا ان هو يقلل الجلوكوز في الدم، فلما الانسولين يقل يبقى كده الجلوكوز هيزيد. فهنا بيقول لك فان صاد هو هرمون الجلوكاجون، طبعا الاثنين الهرمونين دول عكس بعض، الانسولين عكس الجلوكاجون، فده تعرفها كده على طول. انسولين لو زاد الجلوكاجون يقل، الجلوكاجون لو زاد الانسولين يقل، الاثنين عكس بعض. فهنا بيقول لك لو س الانسولين هيقل فهيكون صاد الجلوكاجون هيقل برده، طبعا غلط، الاثنين عكس بعض، ما ينفعش الاثنين يقلوا وما ينفعش الاثنين يزيدوا. جه بيقول لك اذا كان س هو هرمون الانسولين، س هرمون الانسولين بيقل، فان عين مستوى الجلوكوز في الدم هيزيد. طبعا صح، عشان الانسولين ده اصلا وظيفته ان هو يقلل الجلوكوز في الدم، فلما الانسولين يكون س ويقل يبقى كده الجلوكوز هيكون زايد في الدم. ده اللي بيقول لك اذا كان صاد هو هرمون الجلوكاجون، هنا الجلوكاجون بيقل، فان س مستوى الجليكوجين المخزن في الكبد هيقل، ده الجلوكاجون ده اصلا وظيفته ان هو بيحول الجليكوجين، فلما الجلوكاجون يقل كده مفيش حاجه تحول الجليكوجين، بالتالي الجليكوجين مش هيقل، ده هيزيد، ان الجلوكوز هيبدا ان هو يتحول الى جليكوجين مع ثبات نسبه الجليكوجين، فهنا الجليكوجين المفروض يزيد مش يقل. رقم 27 بيقول لك اذا علمت ان مرض البول السكري نوعان، الاول بيحدث نتيجه خلل في خلايا بيتا وده بينتج عنه نقص او توقف افراز الانسولين، اما النوع الثاني بتنتج خلايا بيتا هرمون الانسولين لكن بيعجز الجسم عن استخدامه، في ضوء ذلك اجب. هنا جايب لك ده كده شكل الجلوكوز والمفتاح ده اللي هو شكل الانسولين، اي مما اللي بيمثل كل من النوع الاول والنوع الثاني لمرض البول السكري على الترتيب. قلنا النوع الاول قال لك ان هو عباره عن خلل في خلايا بيتا بينتج عنه نقص او توقف افراز الانسولين، فبالتالي الانسولين هيكون نسبه قليله او مش موجود. الانسولين ده اللي هو المفتاح، هنا لقينا المفتاح هو بنسبه كبيره، فبالتالي ديت كده هو خلايا بيتا شغاله، يبقى ده مش النوع الاول. هنا هو في مفاتيح يبقى الانسولين موجود، يبقى ده مش النوع الاول. هنا في مفاتيح يبقى الانسولين موجود، يبقى ده مش النوع الاول. هنا بص الدم مليان جلوكوز ومفيش ولا مفتاح، مفيش ولا انسولين، فبالتالي هنا فعلا كده ده خلل في خلايا بيتا ادى الى توقف افراز الانسولين، مفيش ولا مفتاح، يبقى عين ده كده النوع الاول، يبقى هنا س غلط، ص غلط، لام غلط، فبالتالي كده الاختيار الصح هيكون ج اللي هو عين وصاد. طب تعالى نشوف المرض الثاني ونتاكد من الاجابه. المرض الثاني قلنا ده بيكون ناتج عن ان الجسم بيعجز عن استخدام الانسولين، يعني في انسولين المفتاح موجود بس الجسم هيعجز عن استخدامه. لما نبص كده على صاد هتلاقي هنا الانسولين موجود اهو، المفاتيح موجوده، وبرده الجلوكوز موجود بكميه كبيره، المفروض بقى الانسولين يشتغل ويبدا ان هو ياخد الجلوكوز ده يدخله جوه الخلايا عشان يعمل على اكسدته ويبدا ان هو يقلل الجلوكوز، بيقلله في الدم عن طريق ان هو بيدخله جوه الخلايا. هنا ما في، بص هنا تحس ان الباب مقفول، افتح الباب لا مش هيفتح، فبالتالي كده الجسم عاجز عن استخدام الانسولين بالرغم ان هو موجود، يبقى ده كده النوع الثاني. بص هنا س ان الانسولين موجود والجلوكوز موجود وهنا اتفتح، يبقى هنا ده كده شخص عادي. هنا الانسولين موجود والجلوكوز موجود واتفتح، يبقى ده كده شخص عادي، فبالتالي هنا صاد ده كده مريض انسولين بالنوع الثاني، وعين ده كده مريض الانسولين بالنوع الاول. 28 بيقول لك اذا كان الهرمون اكس بيأثر على جميع خلايا الجسم والهرمون واي بيفرز من خلايا عصبيه، خلايا عصبيه يبقى ده كده هرمون الاي دي اتش او هرمون الاوكسيتوسين، هما عباره عن هرمونين بس.
الهرمون زد بيأثر على المناسل، يبقى ده كده المنبه للمناسل يا اما اف اس اتش او ال اتش. ما الهرمونات اكس وواي وزد على الترتيب؟ احنا قلنا اكس ده فيه اكتر من هرمون. طب تعالى نشوف واي ده منفذ من خلايا عصبيه يا اما الاي دي اتش او الاكسيتوسين، يبقى ده مش البارس هرمون. هنا الاكسيتوسين صح. الادرينالين لا ده مش بيفرز من خلايا عصبيه، هو تنبيه عصبي. الاي سي تي اتش لا غلط، فبالتالي كده الاختيار الصح هيكون ب. عندك اول حاجه هرمون السيروكسين ده بيأثر على كل خلايا الجسم صح، ان هو بيتحكم في الايض الاساسي في الجسم. اوكسيتوسين من خلايا عصبيه صح. هرمون زد على المناسل اف اس اتش وال اتش ال اتش صح، فبالتالي الاختيار الصح هيكون ب. 29 بيقول لك اين توجد الخلايا الحيصليه التي تعمل كغده قنويه؟ طبعا قلنا ديت اللي هي بتكون موجوده في البنكرياس والغده الدرقيه اللي هي الخلايا الحيصليه. فاول ما تشوف خلايا حيصليه تقول لي غده درقيه والبنكرياس. قال لك تاني حاجه انها بتعمل كغده قنويه. اللي بتكون موجوده في الغده الدرقيه دي بتعمل كغده صماء، يبقى اللي هي بتعمل كغده قنويه ديت اللي هي بتكون موجوده في البنكرياس. وديت طبعا اللي هي بتبدا ان هي تفرز العصاره الهاضمه وبتمشي في القناه البنكرياسيه. الغده القذريه ما فيهاش اصلا خلايا حيصليه ولا الغده النخاميه. رقم 30 بيقول لك اي مما ياتي بيؤدي الخلل في وظيفته الى الخلل في ايض كل من الجلوكوز والدهون بالجسم. الجلوكوز والدهون يبقى ده كده يا اما هرمون الانسولين او ده كمجموعه الهرمونات السكريه اللي هي قشره الغده القذريه. فهنا النخاع لا، لو كانوا قال القشره كنا ممكن نختار القشره. الفصل الخلفي الغده النخاميه ملوش علاقه بالجلوكوز. الغده الجرث الدرقيه ملهاش علاقه بالجلوكوز. يبقى هنا اللي ليه علاقه بالجلوكوز والدهون ايضا الجلوكوز والدهون طبعا هيكون البنكرياس عن طريق هرمون الانسولين. هرمون الانسولين ده بيقلل الجلوكوز وبيزود الدهون عن طريق ان هو بيخزن الجلوكوز على هيئه دهون في خلايا وانسجه الجسم المختلفه. رقم 31 بيقول لك اذا قضيت طوال اليوم في المذاكره متخطيا وجبتي الافطار والغداء، يعني انت قاعد طول اليوم بتذاكر سبت الفطار والغداء لا فطرت ولا اتغديت، اي الهرمونات التاليه من المتوقع ارتفاع نسبته بالدم. يعني انت كده عامل زي الصايم، انت سبت الفطار وسبت الغداء ومثلا هتبدا ان انت تاكل على المغرب ولا حاجه، فانت كده عامل زي الصايم، مفيش هنا كده اكل دخل جسمك. طبعا انت بتشرب، انت لو ما شربتش هتموت، فبالتالي كده انت هنا ما اكلتش، فبالتالي الاكل ده كده فيه الجلوكوز، انت ما اكلتش يبقى كده الجلوكوز في جسمك هيكون قليل، فانت محتاج هرمون يرفع نسبه الجلوكوز. فطبعا ده طبعا اللي هو هرمون الجلوكاجون صح. هرمون النمو لا غلط. انسولين ده بيقلله. كالسيتونين ده العظام والكالسيوم. فبالتالي هنا كده الاختيار الصح هيكون الف اللي هو الجلوكاجون عشان يبدا ان هو يحول جليكوجين الكبد فقط الى جلوكوز. رقم 32 بيقول لك اي الاختيارات في الجدول التالي يعتبر صحيح بالنسبه لهرمون الجلوكاجون؟ لسه قايل لك ان الخلايا المستهدفه بتاعته انه بيحول جليكوجين الكبد فقط مش العضلات. انت عندك الادرينالين فرق بين الاثنين دول. الادرينالين اللي هي هرمونات الطوارئ بيأثروا على الكبد والعضلات، الاثنين بيحولوا جليكوجين الى جلوكوز، لكن الجلوكاجون بيحول الكبد فقط. فهنا الخلايا المستهدفه تكون الكبد، الخلايا المستهدفه تكون الكبد. الخلايا المفرزه الجلوكاجون ده طبعا بيكون مفرز من خلايا الفا مش خلايا بيتا، بيتا ديت الانسولين، فهنا بيكون الفا والكبد فقط، فبالتالي الاختيار الصح هيكون الفا. رقم 33 بيقول لك الرسم البياني التالي بيوضح تركيز هرمونين س وص يؤثران على تركيز سكر الجلوكوز في الدم بعد تناول وجبه غذائيه متوازنه. اي الاختيارات بيعبر عن الهرمونين س وص. لسه قايل لك ان انت قبل الاكل مفيش جلوكوز في جسمك فلا يزيد الجلوكاجون. العكس بعد الاكل بقى، انت بعد الاكل انت كلت زودت، لو انت مثلا كلت رز كتير او كلت عيش كتير اي حاجه عباره عن كربوهيدرات، فبالتالي كده كميه الجلوكوز في الدم بتزيد عن النسبه الطبيعيه، فلازم اللي يزيد يكون هرمون الانسولين عشان يبدا ان هو يقلل الجلوكوز. فهنا بعد تناول الوجبه على طول لقينا الهرمون ده بيقل والهرمون ده بيزيد. مين الهرمون اللي بيزيد؟ هو بيزيد ليه؟ بيزيد بعد تناول الوجبه عشان انت تناولت مثلا وجبه فيها كربوهيدرات كتير رفعت السكر، فاللي هيزيد ده هيكون الانسولين عشان يقلل السكر. وقلت لك الانسولين عكس الجلوكاجون، الانسولين زاد فبالتالي اللي بيقل ده اكيد الجلوكاجون، فسين ده هيكون انسولين وصاد هيكون الجلوكاجون، فبالتالي الاختيار الصح هيكون ب. رقم 34 بيقول لك بيعمل الانسولين على نقل الجلوكوز الى الخلايا صح. من الخلايا للدم لا، هو بينقل الجلوكوز للخلايا مش من الخلايا الى الدم، لا هو بينقل الجلوكوز من الدم الى الخلايا. بينقل الجلوكوز الى البول لا غلط، هو بينقل الجلوكوز الى الخلايا، فبالتالي الاختيار الصح هيكون الف. رقم 35 بيقول لك ما التسلسل الصحيح اللي بيوضح آلية التحكم في مستوى الجلوكوز في الدم؟ هنا ألف بيقول لك زيادة نسبة الجلوكوز في الدم يؤدي لزيادة إفراز الجلوكاجون.
هنا الجلوكوز زاد في الدم، يبقى مين المفروض يشتغل؟ الانسولين هو اللي يشتغل عشان يقلله، لكن هنا الجلوكوز زاد تزود الجلوكاجون عشان يرفعه اكتر ما هو مرفوع، طبعا غلط، يبقى ديت كده الف ديت غلط. بيقول لك انخفاض نسبة الجلوكوز في الدم، يبقى المفروض اللي يشتغل هنا يكون الجلوكاجون عشان يرفعه. بيقول لك هنا انخفاض الجلوكاجون، لا غلط، احنا عايزين الزيادة، يبقى بيها غلط. زيادة نسبة الجلوكوز، يبقى المفروض اللي يشتغل الانسولين عشان يقلله. زيادة الانسولين صح، الانسولين هيزيد يحول الجلوكوز الى جليكوجين صح، يؤدي لانخفاض نسبة الجلوكوز في الدم صح. فبالتالي كده الاختيار الصح هيكون ج. ده اللي بيقول لك انخفاض نسبة الجلوكوز في الدم، فبالتالي كده المفروض الجلوكاجون يزيد. بيقول لك انخفاض الانسولين، طبعا غلط، المفروض زيادة الجلوكاجون عشان يرفع الجلوكوز، فبالتالي الاختيار الصح ج. رقم 36 المنحنى التالي بيوضح بعض التغيرات المحتمل حدوثها بمعدل سكر والجلوكوز بالدم. اي الاختيارات بيوضح الهرمون اللي هيشتغل من ا ل ب ومن ج ل د ومن د ل س. هنا ده المعدل الطبيعي، ده الارتفاع عن المعدل الطبيعي، وده الانخفاض عن المعدل الطبيعي. المعدل الطبيعي ده بيكون من 80 ل 120. عايزك تعرف ان اي هرمون او اي هرمونين بيشتغلوا على تنظيم ماده معينه في الجسم، يعني مثلا زي الانسولين والجلوكاجون، دول بيشتغلوا على الجلوكوز واللي بيشتغلوا على الكالسيوم. فانا قصدي ان اي هرمون بيشتغل على ماده معينه او على ايون معين، مش بيشتغل ويزود ويقلل بمزاجه، لا هو بيشتغل بس لما الحاجه ديت تتغير عن المعدل الطبيعي. يعني مستحيل مثلا، الا طبعا لو كان في حاله مرضيه، مستحيل مثلا تلاقي الانسولين جه من نفسه كده والسكر طبيعي نسبته طبيعيه مثلا وليكن 100، تلاقيه اشتغل من نفسه كده وقلل الجلوكوز ل 60 مثلا او ل 40، مستحيل الكلام ده يحصل. او مستحيل تلاقيه 100 الجلوكاجون يزيد مثلا يرفعه من نفسه ويخليه 200، مستحيل برضو ده يحصل. امال هما بيشتغلوا امتى؟ ده امتى يرفع وده امتى يقلل؟ لو زاد عن الطبيعي انسولين يقلله، لو قل عن الطبيعي جلوكاجون يرفعه، وبيقللوا ويرفعوا للنسبه الطبيعيه عشان يعملوا التوازن في الجسم. فهنا بيقول لك من ا ل ب، ا هو هنا عالي عن النسبه الطبيعيه، بدا ان هو يقل تاني للطبيعي، يبقى طبعا ده كده اللي هو الانسولين مش الجلوكاجون. من ج ل د هنا كان قل عن النسبه الطبيعيه زاد للطبيعي، يبقى ده كده اللي هو الجلوكاجون. من د ل س هنا طبيعي لقيته زاد عن المعدل الطبيعي، مستحيل يكون جلوكاجون، مستحيل يكون انسولين. ليه؟ لان قلت لك دول عمرهم ما يشتغلوا على النسبه الطبيعيه، دول مش بيشتغلوا الا لو زاد زي من ا ل ب او قل زي من ج ل د. لكن لما يكون طبيعي وتلاقيه زاد، يبقى اكيد ده كده اللي هو الادرينالين، اللي هي حالات الطوارئ، اللي انت مثلا كنت ماشي في الشارع عادي عندك السكر طبيعي جدا، فجاه لقيت مثلا كلب قدامك، فالادرينالين هنا اشتغل ورفع السكر من النسبه الطبيعيه اعلى من النسبه الطبيعيه عشان يبدا ان هو يخليك تجري من الكلب ده وتوصل في ثانيه لاخر الشارع، فبالتالي ده كده هو الادرينالين، وبالتالي هنا الاختيار الصح هيكون ب. رقم 37 بيقول لك المخطط المقابل بيوضح دور هرمونين يؤثران على مستوى الجلوكوز في الدم. ادرسوا ثم تعالوا ندرسه كده. هنا بيقول لك مستوى الجلوكوز اهو، ده المستوى الطبيعي للجلوكوز في الدم، بدا ان هو يقل عن المستوى الطبيعي، فلما يقل يبقى احنا كده عايزين حاجه ترفعه، يبقى ده كده يحفز صاد يخليها تفرز هرمون الف، يبقى الف ده كده طبعا اللي هو هرمون الجلوكاجون، يبقى الف ده كده اللي هي خلايا الفا في البنكرياس. يفرز الجلوكاجون يزود الجلوكوز في الدم المستوى الطبيعي، لما يزيد الجلوكوز عن المستوى الطبيعي ده يحفز خلايا بيتا في البنكرياس يخليها تفرز هرمون ب اللي هو هرمون الانسولين عشان يقلل الجلوكوز في الدم وترجع للمستوى الطبيعي، وهكذا. فما الذي يمثله حرف س؟ ديت خلايا بيتا، دي مش الخلايا الحصيليه، مش الفا، مش غده بطانه الاثنى عشر، ديت خلايا بيتا بالبنكرياس اللي هي تفرز هرمون الانسولين اللي هيقلل الجلوكوز. اي مما اللي بيمثل هرمونين ا وب. ا ده الجلوكاجون، وب ده اللي هو الانسولين، فبالتالي كده الاختيار الصح هيكون ب جلوكاجون والانسولين على الترتيب. رقم 38 اي الهرمونات التاليه لا يزيد من مستوى سكر الجلوكوز في الدم. الانسولين ده بيقلل مستوى سكر الجلوكوز في الدم، يبقى طبعا هنا اللي هو لا يزود، يبقى طبعا هيكون ا اللي هو الانسولين، لان ده طبعا الوحيد اللي احنا اتكلمنا عنه ان هو بيقلل الجلوكوز في الدم. كورتيزون، ادرينالين، سيروكسين، كلهم بيزودوا نسبة الجلوكوز في الدم، ومعاهم طبعا الجلوكاجون. 39 بيقول لك ايه المدة التالية يتأثر تكوينها في جسم الإنسان بهرمون الأنسولين؟ البروتينات فقط. هنا أول حاجة فقط ديت كده غلط، عشان طبعا الأنسولين بياخد الجلوكوز يحوله إلى دهون، فبالتالي كده الدهون بتتأثر. كربوهيدرات فقط، ما ذكرش الدهون وفقط، يبقى غلط. بروتينات ودهون، كربوهيدرات ودهون. هو الانسولين بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على الجلوكوز، بيحوله لايه؟ بيحوله الى دهون. الجلوكوز ده عباره عن كربوهيدرات بسيطه اللي هو السكر بسيط، هو بيحوله الى دهون. هل احنا قلنا ان هو بيشتغل على البروتين؟ لا، ما قلناش ان هو بيشتغل على البروتين،
فبالتالي كده الاختيار الصح يكون د، الكربوهيدرات والدهون. الكربوهيدرات يبدا ان هو يقللها ويحولها الى الدهون، يبقى هو بيقلل الكربوهيدرات ويزود الدهون. رقم 40 بيقول لك اي ميم مالي يحدث عندما تطلق خلايا بيتا هرمون الانسولين في الدم. الانسولين لما يزيد هيبدا ان هو ياخد الجلوكوز يدخله جوه الخلايا. الخلايا ديت من ضمنها الخلايا العضليه، هيدخله جوه العضلات، فبالتالي تحصل العضلات الهيكليه على جلوكوز بمعدل اسرع. طبعا ديت عباره صحيحه، عشان هو بياخد الجلوكوز اصلا يدخله جوه الخلايا اللي من ضمنها والاولويه ليها اللي هي العضلات. تبدا الكلى في اخراج سكر الجلوكوز مع البول. لا، ما قلناش ان هو بيخرجه مع البول. تطلق خلايا الفا هرمون الجلوكاجون. طبعا غلط، قلت لك الهرمونين عكس بعض، فلما خلايا بيتا تخرج انسولين لازم الفا توقف الجلوكاجون. يتحلل الجليكوجين في الكبد. لا، ده احنا قلنا ان هو بياخد الجلوكوز يحوله الى جليكوجين، فبيعمل على بناء الجليكوجين مش تحلل الجليكوجين. بالتالي الاختيار الصح هيكون الف. رقم 41 بيقول لك قام احد الباحثين باجراء تجربه على فارين للتجارب في زمن قدره ساعتين دون تناول اي طعام. يبقى هو هيقعدهم ساعتين دون تناول اي طعام، حيث انه قام بربط القناه البنكرياسيه لاحدهم ص وترك الاخر س دون اي جراحه. ماذا تتوقع حدوثه بعد بضع ساعات؟ هنا بيكلمك على الجلوكوز جلوكوز جلوكوز جلوكوز. هل القناه الهضميه ليها علاقه بالجلوكوز؟ لا، ملهاش علاقه. فبالتالي كده حيث انه قام بربط القناه البنكرياسيه لاحدهم ص وترك الاخر س، ديت هنا ملهاش اي علاقه في الاجابه. تعال نشوف بقى الاجابه الحقيقيه. قال لك هنا ان هو سابهم زمن ساعتين دون تناول اي طعام. هل لو انت مثلا دلوقتي كلت وقعدت بعد ساعتين ما تاكلش، هل لو انت كلت دلوقتي وبعد ساعتين ما كلتش هتموت مثلا من قله الجلوكوز؟ يعني هتدخل في غيبوبه بسبب ان الجلوكوز هيقل؟ طبعا لا. يعني انت بعد ساعتين، ده انت لسه الاكل اصلا بعد ساعتين ده مش هيلحق ان هو يتهضم، فبالتالي نسبه الجلوكوز مش هتتاثر، لان هو هنا هيقعد ساعتين. لو هو عايز يشوف النسبه فعلا تتاثر، اقل حاجه يقعد مثلا 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات، يعني يقعد فتره طويله ان هو يكون الاكل اتهضم والجلوكوز خلاص اشتغل في الجسم والخلايا بدات ان هي تمتص الجلوكوز. لكن هنا بعد ساعتين ده الاكل اصلا هيكون لسه ما اتهضمش، فبالتالي ساعتين زمن غير كافي، فبالتالي لا ترتفع ولا تنخفض، هي لا تتاثر فيها الفرين س وص، عشان ساعتين وقت صغير جدا ان الاكل يبدا ان هو يتهضم ويمتص والكلام ده كله. 42 بيقول لك ايه الهرمونات التاليه بيزيد تركيزها في دم شخص صايم لفتره طويله. صايم يعني لا بياكل ولا بيشرب. مش بياكل يبقى كده الجلوكوز هيقل، فلازم هرمون يزيد يرفع الجلوكوز، ده هرمون الجلوكاجون مش ادرينالين، عشان دي مش حالات طوارئ. ده احنا عايزين هرمون يرفعه عادي اللي هو الجلوكاجون، مش الانسولين عشان بيقلله، مش الثيروكسين. هنا طبعا صايم لفتره طويله، يبقى اول حاجه الاكل الجلوكوز هيقل، هنرفع الجلوكاجون عشان يزوده. تاني حاجه ما بقاله كتير ما شربش فالميه هتقل، فالاي دي اتش يزيد عشان يبدا ان هو يعمل اعاده امتصاص للميه ويزود الميه. يبقى كده الاي دي اتش يزود الميه كانه شرب، الجلوكاجون يرفع جلوكوز كانه كل. يبقى احنا كده بنعالج الحاجتين. رقم 43 بيقول لك ما الهرمون الاكثر سرعه في افرازه بعد تناول كوب من العصير؟ كوب من العصير، يبقى انت كده بتاكل سكريات. السكريات ديت كده هتزيد في الدم، يبقى احنا عايزين هرمون هيقلل السكر في الدم، ده الجلوكاجون هيرفعه، الكورتيزون هيرفعه، الالسترون ملوش علاقه بالسكريات، فبالتالي الاختيار الصح هيكون ج من الانسولين. انت شربت عصير، العصير ده اكيد فيه سكر، فبالتالي الانسولين هيزيد عشان يقلل. رقم 44 بيقول لك ماذا يحدث عند استمرار حقن فار بهرمون الانسولين؟ الجلوكوز هيفضل ان هو يقل يقل يقل، فهنا بيقول لك بيزيد، يبقى طبعا غلط. يتحول الجليكوجين الكبد الى جلوكوز، غلط. العكس. هتقل نفاذيه اغشيه الخلايا للجلوكوز، غلط. العكس ده هيزودها، فبالتالي الاختيار الصح هيكون ج. هو هيقلل الجلوكوز عن طريق ان هو يحوله الى دهون، فبالتالي تخزين الدهون في الجسم هيزيد. رقم 45 بيقول لك في الجدول التالي ايه الاختيارات بيمثل الاعراض الاكثر شيوعا لمرض البول السكري؟ تركيز الجلوكوز في البول وفي الدم. طبعا البول السكري ده اللي بيكون عنده نقص الانسولين، فبالتالي الجلوكوز في الجسم كله بيزيد، في البول بيزيد، وده اللي بيؤدي الى تعدد حالات التبول، وده اللي بيؤدي لفقد كميه كبيره من الميه وبيؤدي الى العطش. وفي الدم طبعا برده بيكون زايد، فهو بيكون زايد في الحالتين او بيكون زايد في الجسم كله بشكل عام، فبالتالي الاختيار الصح هيكون الف. رقم 46 بيقول لك شكل مقابل وضح قطاع في البنكرياس. هنا طبعا س ديت اللي هي الخلايا الحيصليه اللي هي بتعمل كغده قنويه، وصاد وعين. عندك هنا صاد ديت اللي هي بتمثل النسبه الاكبر، وعين ديت النسبه الاصغر. يبقى الصاد ديت كده اللي هي خلايا بيتا اللي هي عددها كبير، وعين ديت اللي هي خلايا الفا اللي هي عددها صغير. فهنا بيقول لك ما المسؤول عن تنشيط الخلايا س اللي هي الخلايا الحيصليه. طبعا ده مش الانسولين ولا الجلوكاجون. هنا بيقول لك هرمون السكرتين فقط. السكرتين فقط يبقى غلط، السيال العصبي فقط يبقى غلط، فبالتالي الاختيار الصح هيكون ج. هرمونات الاثنى عشر والسيال العصبي.
هرمونات الاس 10 اللي هو السكرتين والكوليسيستوكاينين. والسيال العصبي لو تفتكر تجارب ستارلينج كان قطع الاتصال العصبي وبعد كده استنتج ان فيه هرمونات اللي هي الرساله والمواد الكيميائيه اللي هي بعد كده عرفناها اللي هي هرمونات الاس 10. فبالتالي التنبيه جاي له من سيال عصبي اللي هو كان قطعه، وهرمونات الاس 10 اللي هو هرمون السكرتين وهرمون الكوليسيستوكاينين. رقم 2 بيقول لك اي مما يعتمد عليه عمل كل من صاد وعين خلايا بيتا وخلايا الفا، ده بيفرز الجلوكاجون ده بيفرز الانسولين، الاثنين بيشتغلوا على الجلوكوز. فبالتالي الاثنين عملهم معتمد على الجلوكوز، مش تحفيز هرمونات الغده النخاميه، مش كميه الجلوكوجين في الكبد، مش زياده اكسده الجلوكوز. هم معتمدين على حاجه واحده اللي هي تركيز الجلوكوز في الدم. والله لو تركيز الجلوكوز زاد هتلاقي خلايا بيتا هتبدا ان هي تفرز انسولين عشان يقلله، لو الجلوكوز قل خلايا الفا تبدا ان هي تفرز الجلوكاجون عشان يرفع الجلوكوز. 47 بيقول لك الرسم البياني المقابل بيوضح تركيز الجلوكوز في دم شخص خلال عدة ساعات على مدار اليوم. ماذا تستنتج عن حالة الشخص صاحب هذه البيانات؟ هنا الزمن بالساعة وتركيز الجلوكوز في الدم. طبعا النسبة الطبيعية للجلوكوز من 80 إلى 120. في البداية خالص كان هنا أعلى من 80، في النهاية خالص هنا وصل لل 120، يعني هو فرنج بيلعب من 80 ل 120. فبالتالي ده كده شخص سليم مش بيعاني من أي حاجة. يبقى ده كده بيعاني، لا هو مش بيعاني من أي حاجة، هو شخص سليم، لأن نسبة الجلوكوز طول الزمن ده كله 20 ساعة هي واقفة تقريبا بين ال 80 وبين ال 120 بالظبط. فبالتالي الاختيار الصح هيكون ألف. رقم 48 بيقول لك من الرسم البياني المقابل عند اي نقطه بيصل هرمون الانسولين لاعلى مستوياته. اعلى مستوى الهرمون الانسولين يبقى ده كده النقطه اللي هو هيبدا عندها يقوم بعمله ويقلل نسبه الجلوكوز. هنا قلنا ان الجلوكوز نسبته من 80 ل 120. فلما الجلوكوز يعلى عن الطبيعي الانسولين هيبدا ان هو يزيد ويوصل اقصى افراز ليه، يبدا ان هو يقلل الجلوكوز. فهنا هو تركيز الجلوكوز كان هنا 100 يعلي ل 150، بدا ان هو يقل ل 100 هنا علي فوق ال 100 شويه وعمال يزيد. يبقى احنا عايزين اعلى نقطه للانسولين، يبقى النقطه اللي عندها جلوكوز هيقل اللي هو من رقم 2 لرقم 3. هنا بدا ان هو يقل، يبقى كده الانسولين عند النقطه ديت وصل لاقصى افراز ليه وبدا ان هو يقلل اهو الجلوكوز، يبقى عند النقطه رقم 2. فبالتالي الاختيار الصح هيكون ب. 49 بيقول لك اي العبارات التاليه صحيحه؟ الف بيقول لك انتقال الجلوكوز من الامعاء الدقيقه الى الدم بيثبط نشاط خلايا الفا. ديت صح. ليه؟ لان انتقال الجلوكوز من الامعاء الدقيقه للدم يعني كده جلوكوز زاد في الدم، فده لازم يثبط خلايا الفا، لازم يثبط الجلوكاجون عشان يبدا ان هو يشغل الانسولين، عشان الانسولين يبدا ان هو يقلله. فبالتالي ده كده عباره صحيحه. بيقول لك عندما لا يتناول شخص طعام لعده ساعات يزداد افراز الانسولين. لا هنا واحد ما اكلش لفتره طويله، واحد صايم، فبالتالي الجلوكوز هيقل فيزداد افراز الجلوكاجون مش الانسولين عشان يزود الجلوكوز. طب بيقول لك ارتفاع الجلوكاجون بيحفز مرور الجلوكوز لخلايا العضلات. لا ده وظيفه الانسولين. ارتفاع الانسولين بيحفز تحرر الجلوكوز من الكبد. لا ده بيحفز ان الجلوكوز يدخل الكبد ويتحول الى جليكوجين. فديت كده وظيفه ديت وظيفه الجلوكاجون مش الانسولين. فبالتالي طبعا هنا الاختيار الصح هيكون الف، الجلوكوز من الامعاء الدقيقه هيثبط الفا عشان يوقف الجلوكاجون ويشغل الانسولين. رقم 50 بيقول لك من الرسمين البيانيين المقابلين اي العبارات صحيحه؟ هنا الزمن ده تركيز الجلوكوز في الدم، نفس الكلام الزمن وتركيز الجلوكوز في الدم، ده المستوى الطبيعي وده المستوى الطبيعي. هنا كان اقل من المستوى الطبيعي وبدا ان هو يزيد، يبقى ده كده بيرفع الجلوكوز للمستوى الطبيعي، يبقى ده كده هرمون الجلوكاجون. 2 العكس كان اعلى من المستوى الطبيعي وبدا ان هو يقل للطبيعي، يبقى رقم 2 ده كده هرمون الانسولين. فهنا بيقول لك بيزيد مستوى الجليكوجين في رقم 1، هنا رقم 1 الجلوكوز بيزيد يعني الجليكوجين بيقل. بيقول لك هيقل مستوى الجليكوجين في 2، لا ده الجلوكوز بيقل يعني الجليكوجين هنا هيزيد. بيقول لك بيقل مستوى الجليكوجين في 1، طبعا صح عشان الجلوكوز بيزيد عن طريق ان هو بيحول الجليكوجين المخزن في الكبد الى جلوكوز. ده اللي بيقول لك لن يتاثر الجليكوجين في كل من 1 و2، طبعا غلط، هيتاثر، هيقل في 1 وهيزيد في 2. رقم 51 بيقول لك الرسم البياني المقابل بيوضح مستوى الجلوكوز في الدم عقب تناول وجبه غذائيه لمده 4 ساعات. اي العبارات التاليه صحيحه؟ هنا ده الزمن بالساعات او لمده 4 ساعات، هنا تناول الوجبه، وده كده بيعبر عن تركيز الجلوكوز. هنا تركيز الجلوكوز قبل تناول الوجبه كان طبيعي اللي هو من 80 ل 120، بعد تناول الوجبه كالكربوهيدرات، فبالتالي كده السكر عالي، بدا ان هو يقل عشان الانسولين يشتغل، بعدها فضل في النسبه الطبيعيه.
فهنا اللي بيقول لك تركيز الجلوكوز عند النقطه سي، هنا النقطه سي ديت اللي هو النسبه عاليه. هو احد اعراض الاصابه بالبول السكري؟ لا، ده مش بالبول السكري، ده بس بسبب تناول الوجبه، ان انت لما تاكل وجبه مثلا فيها رز او فيها عيش، اي وجبه فيها كربوهيدرات، اكيد الجلوكوز بعد الوجبه هيعلى. بيقول لك يرتفع مستوى الجلوكوز في المرحله من بي لسي نتيجه افراز الجلوكاجون. هنا من بي لسي بيقول لك ان هو هيعلى بسبب افراز الجلوكاجون؟ لا، لسه ليه بسبب تناول الوجبه. جيم بيقول لك ينخفض مستوى الجلوكوز في المرحله سي لدي نتيجه افراز الانسولين. طبعا صح، قلت لك بعد اي وجبه الجلوكوز بيعلى، فبالتالي لازم على الانسولين يعلى عشان يبدا ان هو يقلله وينزله للنسبه الطبيعيه. ده اللي بيقول لك بينخفض مستوى الجلوكوز في المرحله A ل B نتيجه افراز هرمون الادرينالين. لا طبعا غلط، ده الادرينالين اصلا بيزود الجلوكوز مش بيقلله، فهنا الاختيار الصح هيكون ج. رقم 52 بيقول لك بناء على البيانات المسجله بالجدول المقابل والتي توضح تركيز الجلوكوز في دم احد الاشخاص خلال 7 ساعات متتاليه، ما سبب ارتفاع نسبه الجلوكوز بالدم في الساعه الثامنه صباحا والساعه الواحده ظهرا؟ هنا الساعه السابعه صباحا الجلوكوز هنا بدا ان هو يعلى من 77 ل 124، وبعد كده الساعه الواحده ظهرا من 79 ل 130. هنا طبعا اكيد السبب ان هو 8 الصبح ديت في الفطار بعد ما كل فالجلوكوز عالي، بعدها الانسولين اشتغل وقلله. هنا 1 ظهرا كل الغداء، فبالتالي كده برضو عالي. زيادة النشاط البدني طبعا غلط، مفيش حد يعمل نشاط بدني 8 الصبح و1 الظهر. خلايا الفا ده هنا ده كده بيكون الجلوكاجون برضو لا. تناول وجبة غذائية متوازنة. خلايا بيتا طبعا غلط، فالإجابة الصح طبعا اللي هي تناول وجبة غذائية متوازنة، عشان قالك هنا 8 الصبح وخلال 7 ساعات، 8 الصبح واحدة الظهر وبينهم 7 ساعات، يبقى اكيد ديت اللي هي وجبة الصبح الفطار ووجبة بعد الظهر اللي هي الغداء. 53 بيقول لك اي الهرمونات التالية لا يؤثر على نسبة الجليكوجين في الكبد بشكل مباشر؟ الانسولين بيأثر عليها بشكل مباشر ان هو بيحول الجلوكوز الى جليكوجين. الجلوكاجون والادرينالين بيأثروا عليها بشكل مباشر ان هم بيبدأوا ان هم بيحولوا جلوكوز بيحولوا جليكوجين الى الجلوكوز. فاللي هو لا يؤثر عليها بشكل مباشر هو السيروكسين، عن طريق ان السيروكسين بيأثر عليها بشكل غير مباشر. ازاي؟ ان هو اللي بيعمل امتصاص للسكريات والحديد اللي هو الجلوكوز من الامعاء الدقيقه ويزوده في الدم، فهو اللي بيجيب الجلوكوز يزوده في الدم ويخلي الانسولين يشتغل عشان يحول الجلوكوز الى جليكوجين، يبقى كده بيأثر عليه بشكل غير مباشر. رقم 54 بيقول لك وفقا للمعلومات الموضحه بالرسم البياني المقابل اي العبارات صحيحه؟ هنا ده العمر بالسنه وده كده التركيز س وصاد. هنا مستوى الطبيعي للجلوكوز اللي هو الخط الاسود المنقط اللي في النص ده، تركيز الانسولين باللون الاحمر، تركيز الجلوكوز في الدم اللي هو الازرق. هنا واضح ايه؟ ان كل ما العمر عمال يزيد بتلاقي هنا ان في تذبذب لحد سن 40. بعد سن 40 الانسولين بيبدا ان هو يقل والجلوكوز بيبدا ان هو يزيد، اللي هو مرض البول السكري، اللي هو يعني اغلب الناس اللي هي سنها كبير بتلاقي عندها مرض البول السكري، ربنا يشفي الجميع يا رب. السبب في كده ان بعد سن 40 الانسولين بيبدا ان هو يقل والجلوكوز بيبدا ان هو يزيد. في هنا قال بيقول لك في المرحله س اللي هو الجزء الاول اللي هو قبل عمر 40 سنه بيكون افراز الانسولين طبيعي. طبعا ده صح ان هو كلهم كده طبيعي، فبالتالي الاختيار الصح هيكون الف. بيقول لك في المرحله ص بيكون افراز الانسولين طبيعي. طبعا غلط عشان بيقل وبيفضل قليل، لكن هنا كان متذبذب شويه يقل وشويه يزيد وهكذا. ج بيقول لك في كل من المرحلتين س وص افراز الانسولين طبيعي. طبعا غلط، ص مش طبيعي، لا يفرز الانسولين طبيعي في اي من المرحلتين. طبعا غلط، في س ده طبيعي، فبالتالي الاختيار الصح هيكون الف. رقم 2 بيقول لك ما حالة الشخص صاحب المعلومات الموضحة بالرسم البياني؟ طبعا ده شخص كان عادي جدا ولكن بعد سن 40 جاله مرض السكر، فهو سليم منذ الطفولة. طبعا غلط، هو هنا هيكون مصاب بعد سن 40. مصاب بمرض البول السكري منذ الطفولة؟ طبعا غلط، هو في الطفولة كان كويس. سليم في المرحلة س ومصاب بمرض البول السكري في الحالة ص. ده صح، سليم في المرحلة ص. لا غلط، العكس، فبالتالي الاختيار الصح هيكون ج. كان سليم في س وبعد ص بعد عمر 40 سنة الانسولين بدأ ان هو يقل وده اللي خلاه مريض بول سكري. 55 اي الهرمونات التالية بتأثر على جميع خلايا الجسم بما فيها الخلايا المفرزة لها؟ عندك السيروكسين ده بيأثر على خلايا الجسم كلها ان هو بيتحكم في الايض الاساسي. الانسولين بيأثر على خلايا الجسم كلها لان احنا قلنا ان هو بيحول الجلوكوز الى دهون تخزن في جميع خلايا وانسجه الجسم، فبالتالي هنا السيروكسين والانسولين بيأثروا على كل الخلايا حتى الخلايا اللي بتفرزهم صح، فبالتالي هنا الاختيار الصح هيكون الف. طب ايه الباراث هرمون؟ الباراث هرمون والكالسيتونين دول بيشتغلوا على الدم والعظام بس، ان هو الكالسيوم، يبقى ده كده غلط. الجاسترين ده بيفرز من المعده يمشي في الدم يرجع للمعده، يبقى ده بيأثر على المعده بس. الاي دي اتش والالسترون دول بيأثروا على الكليه، والاي دي اتش بيأثر على العضلات الملساء.
فبالتالي الالدوستيرون بس على الكليه بس، فبالتالي غلط، فبالتالي اختار الصح يكون الفا سيروكسين ايض اساسي، والانسولين تخزين الجلوكوز في جميع خلايا وانسجه الجسم. رقم 56 أي الهرمونات التالية لا يزداد إفرازه أثناء أداء التمرينات الرياضية. التمرينات الرياضية دي تعتبر من ضمن حالات الطوارئ، فبالتالي الأدرينالين طبعا هيشتغل فيها. الأدرينالين هيشتغل فيها يبدأ إن هو يزود الجلوكوز عشان الطاقة. طب السيروكسين هنا هيشتغل، والجلوكاجون هيشتغل، والكالسيتونين هيشتغل. أول حاجة الجلوكاجون ده طبعا لازم هيزيد عشان يبدأ إن هو يزود الجلوكوز مع الأدرينالين، ويبدأ إن هما لما يزودوا الجلوكوز ده يتحول إلى الطاقة ال ATP اللي هتستخدم في التمارين الرياضية. السيروكسين ده برضو بيبدا ان هو يزود الجلوكوز، فهيبدا ان هو يزيد. لكن هنا اللي وبرضه بيتحكم في اللايدر الاساسي، فده كده كده طبيعي ان هو يكون شغال. لكن هنا اللي مش هيزيد اللي هو الكالسيتونين، لان الكالسيتونين دي الوظيفه بتاعته ان هو بيبدا ان هو يقلل الكالسيوم من العظام، ويبدا يقلل الكالسيوم من الدم ويزوده في العظام. فهل في الوقت بتاع التمارين الرياضيه انت محتاج ان انت تزود الكالسيوم في العظام؟ طبعا لا، فده كده اللي مش هيزيد، فالاختيار الصح يكون د الكالسيتونين. ندخل بعد كده على جزئيه هرمونات الغدد التناسليه. رقم 57 ماذا يحدث عند انخفاض ضغط الدم الامراه في نهايه الشهر التاسع من الحمل؟ نهايه الشهر التاسع من الحمل يعني هي كده داخله على الولاده، فهي داخله كده على الولاده، يبقى الاكسيتوسين هيزيد والريلاكسين هيزيد عشان يزودوا من عمليه او يسهلوا من عمليه نزول الجنين. هنا بيقول لك حصل انخفاض ضغط الدم. مين الهرمون اللي بيرفع ضغط الدم؟ الاي دي اتش. فبالتالي هنا انخفاض ضغط الدم، الاي دي اتش لازم يزيد عشان يرفع ضغط الدم. فهنا زاد الاي دي اتش صح. هيقل الريلاكسين؟ طبعا غلط، لازم يزيد عشان هي داخله كده على الولاده نهايه الشهر التاسع. هيقل الاي دي اتش؟ لا غلط، لازم يزيد. هيقل الاي دي اتش والريلاكسين؟ طبعا غلط، الاثنين هيزيدوا، فبالتالي اختار الصح يكون د. هيزيد افراز الاي دي اتش عشان يرفع ضغط الدم، هيزيد الريلاكسين عشان يعمل على ارتخاء الارتفاق العيني ويسهل من نزول الجنين. 58 بيقول لك في الشكل المقابل، طبعا ده كده اللي هي الغده النخاميه، الفصل من الغده النخاميه يفرز هرمون س، هيروح يكون حاجه تفرز الاستروجين. قلنا الاستروجين ده بيكون جاي منين؟ بيكون جاي من حويصل الجراف المحتوي على البويضه، يبقى ده كده حويصل الجراف، وعين ده كده فيها اللي هي البويضه، صاد ده كده اللي هي حويصل الجراف طبعا، س ده كده اللي هو رايح يكون حويصل الجراف، يبقى ده كده اللي هو الاف اس اتش اللي بيكون حويصل الجراف اللي هي بتفرز بعد كده الاستروجين. فهنا بيقول لك ماذا يمثل كل من صاد وعين على ترتيب؟ صاد حويصل الجراف ديت بتعتبر غده صماء اللي هي بتفرز الاستروجين في الدم مباشره. عين ديت اللي هي البويضه اللي هو المشيج المؤنث، فدول غدتين طبعا غلط. غده صماء وغده قنويه طبعا غلط. خليتين جسديتين غلط. ديت غده صماء حويصل الجراف ان هي بتفرز استروجين في الدم مباشره، وديت خليه جنسيه اللي هي البويضه، فبالتالي كده الاختيار الصح هيكون ج. رقم 2 بيقول لك اذا علمت ان س يقوم بتحفيز تكوين ص. س اللي هو الاف اس اتش بيقوم بتحفيز ص اللي هو حويصل الجراف. اي من مالي بيمثل س وص على الترتيب؟ س الاف اس اتش، وص حويصل الجراف، مش ال اتش، مش برولاكتين، مش اي دي اتش، فبالتالي الاختيار الصح هيكون ب اف اس اتش يكون حويصل الجراف اللي هي تفرز الاستروجين. 59 بيقول لك تم استئصال المبيضين من انثى فار غير بالغه، ماذا تتوقع ان يحدث عند حقن هذه الانثى بتركيزات متوازنه من هرمون الاستروجين؟ هو هرمون الاستروجين ده بيعمل ايه؟ هرمون الاستروجين ده هو المسؤول عن الصفات الجنسيه الثانويه، فيؤدي لحدوث التبويض؟ لا غلط، مش هيحصل تبويض عشان هو شايل المبيضين. زياده البروجسترون؟ لا برضه عشان ما فيش المبيضين اللي هم يعملوا او اللي هم يكونوا البروجسترون. زياده الاف اس اتش في الدم؟ ظهور الصفات الجنسيه الثانويه. انت عندك الاف اس اتش لما بيزيد يكون حويصل الجراف تفرز الاستروجين، فالاف اس اتش اصلا هيزيد عشان يزود الاستروجين، لكن ده هنا الاستروجين اصلا زايد، فهنا اصلا لا يحصل اللي هو نقص الاف اس اتش بالتغذيه الرجعيه السلبيه. فبالتالي الاختيار الصح هيكون د ظهور الصفات الجنسيه الثانويه، لان ديت هي الوظيفه بتاعه الاستروجين، ان هو لما هيزيد هيعمل الوظيفه بتاعته اللي هي ظهور الصفات الجنسيه الثانويه. رقم 60 بيقول لك اي الظواهر الحياتيه التاليه ليس لها علاقه بالهرمونات؟ اول حاجه خشونه الصوت في الذكوره عند البلوغ، ديت من الصفات الجنسيه الثانويه في الذكر، ان الصوت بيكون خشن، فديت ليها علاقه بالهرمونات. احمرار الوجه عند الخجل، ديت برضو ليها علاقه بالهرمونات، وديت بتكون من الصفات المميزه للانثى، فديت برضو بتكون الهرمونات. اتساع حدقة العين عند الغضب، الغضب ديت بتكون عبارة برضه عن هرمونات زي هرمون الادرينالين، هرمونات الطوارئ، فديت الغضب فبرضه بيكون عبارة عن هرمونات. الخجل برضه ده بيكون حالة طوارئ، فهنا برضه ديت من حالات هرمونات الطوارئ اللي بتشتغل، فبالتالي هنا اللي ملهاش علاقة بالهرمونات ضيق حدقة العين عند التعرض لضوء ساطع. لما واحد يكون مثلا ماشي ويبص في السماء تلاقي عينه تبدا ان هي تقفل، فديت ملهاش اي علاقه بالهرمونات، ديت ليها علاقه ان حدقه العين ديت حاجه لا اراديه محدش بيتحكم فيها، فهي تلقائي بتبدا ان هي تقفل لوحدها، فديت ملهاش علاقه بالهرمونات، فبالتالي الاختيار الصح يكون ج ضيق حدقه العين عند التعرض لضوء ساطع.
رقم 61 بيقول لك اي التركيب الاتيه بيؤدي زياده افراز للهرمونات لزياده قوه العضلات في فتره البلوغ. زياده قوه العضلات يبقى ده كده هرمون التستوستيرون، قلنا ان هو بيؤدي الى قوه العضلات وكمان في فتره البلوغ، يبقى ده مش نخاع الغده الكظريه. هنا الغده الدرقيه برده غلط، الانابيبات المنويه في الخصيه برده غلط، فبالتالي الاختيار الصح يكون ج اللي هي الخلايا البينيه في الخصيه، قلنا ان هي اللي بتفرز الهرمونات الجنسيه الذكريه اللي هو من ضمنها التستوستيرون اللي هو يبدا ان هو يزود قوه العضلات في فتره البلوغ. 62 اي الهرمونات التاليه مسؤول بطريقه غير مباشره عن خشونه الصوت في الذكر. خشونه الصوت ديت اللي هي الهرمونات الذكريه، فالهرمونات الذكريه اللي هو التستوستيرون والاندروستيرون ديت اللي هي الطريقه المباشره. يبقى مين الغير مباشره؟ اللي بيخلي اصلا الجسم يفرز الهرمونات دي. طب احنا قلنا الهرمونات دي بتتفرز من الخلايا البينيه في الخصيه اللي بيكونها ال اتش، يبقى ال اتش هو اللي بطريقه غير مباشره النوع اللي بيخلي الهرمونات ديت تتفرز، فبالتالي الاختيار الصح هيكون ب. طب انت عندك الاف اس اتش، لا غلط عشان ملوش علاقه بالهرمونات. الاستراديول ده الاستروجين، فده اصلا بيكون فيه الاناث مش الذكور. رقم 63 بيقول لك اي الاختيارات التاليه بيكون في عمل احد الهرمونين وبيكون مكمل لعمل الاخر. هرمون مكمل لعمل الاخر، جلوكاجون ولا انسولين في الجنسين، طبعا الاثنين بيكونوا عكس بعض، واحد يرفع الجلوكوز وواحد يقلل الجلوكوز. اف اس اتش وال اتش في الذكر الاثنين بيكونوا ليهم عمل مش مضاد للاخر بس مش مكمل للاخر في نفس الوقت. يعني الاف اس اتش ده بيشتغل على حيوانات منويه، ال اتش ده بيشتغل على هرمونات، فهم الاثنين مش عكس بعض ولكن مش مكملين لبعض. تستوستيرون واندروستيرون في الذكر برضو مش مكملين لبعض، فبالتالي الاختيار الصح هيكون ج اللي هو الاف اس اتش والال اتش في الانثى. الاف اس اتش والال اتش في الانثى، الاف اس اتش ده بيكون حيصل الجراف والال اتش بيفجر حيصل الجراف، فبالتالي الاثنين مكملين لبعض. واحد يكون حيصل الجراف يفرز هنا الاستروجين، الثاني ياخد حيصل الجراف ديت يفجرها ومن البقايا بتاعتها يكون الجسم الاصفر عشان يفرز البروجسترون. 64 بيقول لك اذا كان هرمون س هرمون بيتركب من الليبيدات يبقى ده كده هرمونات قشره الغده الكظريه او المناسل. صاد هرمون مسؤول عن نمو غده صماء في الانثى فقط. عين هرمون مسؤول عن تكوين النسيج الغدي المسؤول عن افراز الهرمون س اللي هو الهرمون بتاع الليبيدات. ماذا تمثل هرمونات س وصاد وعين على الترتيب؟ س ده هرمون بيتكون من الليبيدات، وهنا بيقول لك ان اخر واحد اللي هو عين ده هرمون مسؤول عن تكوين النسيج الغدي اللي هيكون او هيفرز الهرمون س. يبقى س ده كده اكيد مش قشره الغده الكظريه. ليه؟ لان قشره الغده الكظريه في هرمون بيكونها، او قلنا ان في هرمون بيكونها؟ لا غلط. فبالتالي هنا بيقول لك ان عين هو اللي بيكون الغده اللي بتفرز س، يبقى ده كده غلط. فاكيد س ده هرمون مفرز من المناسل خصيه او المبيض. هنا بيتكلم على الانثى يبقى ده كده مناسل اللي هي المبيض. عين ده هرمون بيكون حاجه بتفرز الهرمون س، يبقى ده كده يا اما الاف اس اتش ويفرز استروجين يا اما ال اتش وهيفرز البروجسترون وبيكون الحاجه بتاعتها حصل الجراف او الجسم الاصفر. تعال نشوف الاختيارات ومن الاختيارات نبدا ان احنا نجاوب. فهنا بيقول لك ماذا تمثل س وصاد وعين على الترتيب؟ عندك اول حاجه التستوستيرون، التستوستيرون ده من المناسل في الخصيه يبقى صح ينفع. صاد مسؤول هرمون مسؤول عن نمو غده صماء في الانثى فقط اللي هو ال اتش. ال اتش ده بيبدا ان هو يحفز تكوين الخلايا البينيه فده غده صماء في الذكر، فبالتالي ال اتش غلط. ال اتش غلط. هنا التستوستيرون الاف اس اتش ده بيكون غده صماء في الانثى فقط، صح اللي هو حوصله الجراف، لكن في الذكر بيكون حيوانات منويه وانابيبات منويه. عندك بعد كده اخر واحد عين ده بيكون حاجه بتفرز الهرمون س او بيكون غده تفرز الهرمون س اللي هو ال اتش، صح لان هو اللي بيكون الخلايا البينيه اللي تفرز التستوستيرون، والاف اس اتش بيكون غده في الانثى فقط اللي هي حوصله الجراف تفرز الاستروجين، فبالتالي هنا الاختيار الصح ب ينفع. ده اللي بيقول لك ال اتش طبعا غلط لان ال اتش ده مش هرمون من المناسل، فبالتالي ده كده طبعا غلط. 65 بيقول لك اي مين مالي مسؤول بطريقه مباشره عن الحفاظ على بطانه الرحم اثناء الحمل؟ طبعا مش ال اتش ولا الاف اس اتش ولا الاستروجين، قلنا مسؤول عن التغيرات اللي بتحصل اثناء الحمل وهو اللي بيزود بطانه الرحم ويعدها ويمدها بالامداد الدموي، فبالتالي بيحافظ عليها، ده هرمون البروجسترون. 66 بيقول لك اي الهرمونات التاليه لا يؤثر على انسجه ضم؟ عندك اول حاجه الريلاكسين، الريلاكسين ده بيعمل على ارتخاء الارتفاق العيني وده عباره عن عظام، فبالتالي العظام ده انسجه ضم. برص هرمون والنمو دول بيشتغلوا على عظام فبالتالي برضو بيأثروا على انسجه ضمه، فاللي هو لا يؤثر على انسجه ضمه هو هرمون الاكسيتوسين. الاكسيتوسين ده بيشتغل على الغدد الثدييه وطبعا ديت مش انسجه ضمه، وبيشتغل على جدار الرحم وبرضو ديت مش انسجه ضمه. 67 بيقول لك في المخطط التالي س وصاد وعين 3 غدد صماء والارقام من واحد ل 4 بتمثل هرمونات، ادرسوا ثم اجي. قال لك س وصاد وعين 3 غدد صماء.
عين ديت بتؤدي الى افراز رقم 4 هرمون بيعمل على نمو الغدد الثدييه في الانثى عند البلوغ. يبقى ده كده اللي بيعمل على ظهور الصفات الجنسيه الثانويه. يبقى رقم 4 ده كده اللي هو بيعبر عن الاستروجين اللي بيكون مفرز من عين اللي هي حويصل الجراف. حويصل الجراف ديت مين اللي بيكونها؟ الاف اس اتش. الاف اس اتش هنا بيقول لك ان هو هيروح يفرز، عفوا هنا رقم 2 ده اللي هو الهرمون، فالهرمون ده اللي هو هيكون الاف اس اتش، وس ديت اللي هي الحاجه اللي افرزت اصلا الاف اس اتش، فبالتالي ده كده هيكون الفص الامامي للغده النخاميه، عشان هو قال لك من 1 ل 4 ديت هرمونات وس ديت الغده، فطبعا اف اس اتش مش غده. فس ده الفص الامامي للغده النخاميه، هيفرز هرمون 2 اف اس اتش، يبدا ان هو يكون حويصله الجراف، تفرز استروجين يعمل على نمو الغدد الثدييه في الانثى عند البلوغ. طب هنا الفصل الامامي للغده النخاميه هيفرز هنا ال اتش. ليه ال اتش؟ عشان احنا قلنا 2 ده الاف اس اتش، فاكيد واحد ده مختلف، يبقى ليه ال اتش. وحاجه كمان عشان نمو الحوصلتان المنويتان ديت وظيفه التستوستيرون، فبالتالي ده وظيفه التستوستيرون بيجي من ال اتش من خلايا بينيه. فهنا بيقول لك ماذا تمثل الغدد س وص وعين؟ قلنا س ديت الفصل الامامي للغده النخاميه، بعد كده ص ديت الخلايا البينيه، بعد كده عين اخر حاجه ديت اللي هي حويصله الجراف. فبالتالي كده الاختيار الصح هيكون ج، فص امامي، خلايا بينيه بالخصيه، وبعد كده حويصله الجراف. رقم 2 مال هرمونان 1 و3 على الترتيب. 1 قلنا ده ال اتش، و3 ده اللي هو التستوستيرون او الاندروستيرون اللي هي الهرمونات الجنسيه، فده مش الاف اس اتش، مش الهرمون المنبه لتكوين الحصيله الاف اس اتش، مش الهرمون المنبه لتكوين الحصيله الاف اس اتش، فبالتالي الاختيار الصح هيكون ب ال اتش والاندروستيرون اللي هي هرمونات ذكريه. رقم 3 مال هرمونين 2 و4 على الترتيب. 2 و4، 2 ده اف اس اتش، و4 ده اللي هو الاستروجين، يبقى اف اس اتش والاستروجين، يبقى ده كده غلط، ده غلط، ال اتش غلط، فبالتالي الاختيار الصح هيكون ب اف اس اتش والاستراديول. ايه هو الاستراديول ده هو الاستروجين. فاختصار الهرمونات مهم جدا جدا ان انت تكون حافظها، يعني بص عايزك تكون حافظها اكتر ما تحفظ الهرمون نفسه. يعني انا عايزك تحفظ اكتر من ان انت تحفظ الاستروجين، احفظ الاستراديول. برضه نفس الكلام على الاي دي اتش هتلاقي ليه اختصارات، نفس الكلام على الغده الدرقيه هتلاقي ليها اسم للغده، نفس الكلام على الغده الكظريه هتلاقي ليها اسم للغده. فالاسماء اللي هي المختصره ديت عايزك تركز عليها جدا جدا في الاسئله عشان هتحتاجها كتير في النظام الجديد. 68 بيقول لك المخطط المقابل وضح احدى العمليات الحيويه في الانسان ادرسه ثم اجب. هنا ديت مناس المذكره اللي هي الخصيه، هنا ديت مناس المؤنثه المبيض. مناس المذكره تكون خليه س، هنا خليه ص، عين، انقسام ميتوزي، لام. خليه س يبقى طبعا ده كده اللي هو بيوضح عمليه الاخصاب، يبقى ده حيوان منوي اللي هو المشيج المذكر، ديت اللي هي البويضه اللي هو المشيج المؤنث، ده بويضه نون، حيوان منوي نون، يتكونوا مع بعض يكون زيغوت او اللقيحه عين اللي هي 2 نون، انقسام ميتوزي يكون الجنين او الفرد الجديد اللي هو 2 نون. طبعا ده مش محتاج ان انت تدخل في فصل التكاثر، ده كلام بدائي جدا جدا جدا، اللي هو الف ب تكاثر، طبعا يعني اكيد المعلومات ديت انت عارفها من الاعدادي. رقم 1 بيقول لك ما مصدر افراز الهرمون المسؤول عن تكوين الخلايا س. الخلايا س دي الحيوان المنوي، مين الهرمون المسؤول عن تكوينه؟ الاف اس اتش. ما مصدر افراز الهرمون المسؤول عن تكوينه اللي هو الاف اس اتش، ده مصدره منين؟ طبعا شنيبات الخصيه قشره الغده الكظريه ولا الفص الخلفي، ده مكان تكوينه او مكان افرازه الفص الامامي للغده النخاميه، فبالتالي الاختيار الصح هيكون د. رقم 2 بيقول لك ما الهرمون المسؤول عن الحفاظ على لام. لام ده اللي هو الجنين اللي بيحافظ عليه اثناء فتره الحمل، طبعا ده هرمون البروجسترون، ان هو بيبدا ان هو يزود بطانه الرحم بالامداد الدموي، والامداد الدموي ده هو اللي بيحافظ على الجنين اثناء فتره الحمل. فاول ما تشوف حمل او هرمون بيفرز فيه الحمل، هو البروجسترون هو اللي بيحافظ على الجنين وبينظم التغيرات اللي بتحصل في الحمل. 69 بيقول لك من المخطط المقابل اللي بيوضح تاثير افرازات الغده النخاميه على احد الاعضاء اكس في جسم انثى الانسان، اي مما يلي يعبر عن الهرمونات س وصاد وعين ولام. هنا الغده النخاميه افرزت س وافرزت صاد، س يعمل على تكوين الجسم الاصفر، يبقى خلاص عرفنا ان س ده كده اللي هو ال اتش، صاد ده بيعمل على نمو حصيله الجراف، يبقى صاد ده كده اللي هو الاف اس اتش. حصيله الجراف تفرز عين اللي هو الاستروجين، الجسم الاصفر يكون لام اللي هو البروجسترون. فهنا طبعا ده في جسم اصفر، في الجسم الاصفر وفي حصيله جرافي بيكس، ده طبعا كان بيعبر عن عضو اللي هو المبيض اللي هي المناسل. فهنا س قلنا ده كده هيكون ال اتش، بعد كده ص قلنا ده هيكون الاف اس اتش، فبالتالي طبعا كده الاختيار الصح هيكون ب عين الاستروجين ولام البروجسترون. رقم 70 الرسم البيني المقابل بيوضح تغير تركيز احد الهرمونات الذي يفرز خلال فتره الحمل. قلت لك اول ما تشوف هرمون بيفرز خلال فتره الحمل يبقى ده هرمون البروجسترون.
طب في هرمون تاني بيفرز خلال فترة الحمل؟ في هرمون تاني بيفرز خلال فترة الحمل اللي هو هرمون البرولاكتين، ده بيتفرز برضو خلال فترة الحمل عشان يبدأ ان هو يعمل على او يعد الغدد الثديية ان هي تبدأ تكون اللبن اللي هيكون اثناء فترة الرضاعة، فهو بيبدأ ان هو يشتغل من اول الحمل عشان يستعد للسنتين الجايين اللي هم بتوع الرضاعة. فما الهرمون اللي بيمثله المنحنى ده زي ما قلنا يا اما بروجسترون يا اما برولاكتين. بروجسترون يحافظ على الجنين، والبرولاكتين بيهيئ لحياه الجنين بعد الولاده. يبقى نقدر نقول ان البروجسترون بيحافظ على الجنين في جسم الانثى، والبرولاكتين هو اللي بيحافظ على الجنين بره جسم الانثى اللي هو بعد الولاده، عشان اللبن ده طبعا هو بيكون الغذاء بتاع الجنين. فهنا ده مش الاستروجين، ده مش الاكسيتوسين لانه بيكون في النهايه، ده مش الاف اس اتش اللي هو اصلا بيتظبط في الفتره ديت. فبالتالي الاختيار الصح هيكون ج اللي هو البرولاكتين عشان يبدا ان هو يجهز الغدد الثدييه استعدادا لعمليه الرضاعه. اتنين بيقول لك ما مصدر افراز هذا الهرمون؟ البرولاكتين ده بيكون من الفص الامامي مش الخلفي، مش الجسم الاصفر ولا حويصل الجراف. فبالتالي الاختيار الصح هيكون ا، ده الفص الامامي للغده النخاميه. 71 بيقول لك لاحظ احد الباحثين ان معدل نضج فتيات امريكا الشماليه اسرع من قرينتهن في مناطق اخرى، وباستقصاء الاسباب توصل الى ان غسول الشعر الشامبو اللي بتستخدمه فتيات امريكا الشماليه فيه هرمونات بتعمل على البلوغ المبكر، فماذا تتوقع ان يكون هذا الهرمون الموجود بغسول الشعر؟ هنا يعني بعد الكلام الكتير ده هنا بيقول لك ان الهرمون ده هو المسؤول عن البلوغ المبكر. هو مين الهرمون اللي في الانثى او الفتيات ديت المسؤول عن النضج وظهور الصفات الجنسيه الثانويه والبلوغ؟ طبعا ده هرمون الاستروجين، هو المسؤول عن ظهور الصفات الجنسيه الثانويه في الاناث. رقم 72 بيقول لك ما الهرمون الذي يلعب دور في نمو العرف عند الديوك؟ نمو العرف عند الديوك فده كده من الصفات الجنسيه الثانويه عند الديوك، او اللي هي يعني عند الذكور، فديت صفات جنسيه ثانويه. فالهرمون بتاعها هيكون مين؟ هل الاي دي اتش؟ لا، الاي دي اتش ده ميه. التي اس اتش غده درقيه. الجي اتش ده نمو عامه ولكن مش نمو العرف، لان نمو العرف ديت صفات جنسيه ثانويه، فبالتالي الاختيار الصح هيكون به اللي هو ال اتش. ال اتش ده قلنا انه بيكون خلايا بينيه تبدا ان هي تكون الهرمونات ديت هي اللي تعمل على نمو العرف عند الديوك اللي هي الصفات الجنسيه الثانويه. طب احنا برضو ليه قلنا الناس صفات جنسيه ثانويه؟ عشان حدد لك الديوك، فالديوك ديت اللي هي الذكور، فبالتالي ديت اكيد صفات جنسيه ثانويه. 73 بيقول لك في احدى التجارب العمليه على مجموعتين من الارانب قام احد الباحثين باضافه احد انواع نبات الريحان ويسمى تلسي الى غذاء المجموعه س، بينما تناولت المجموعه ص الغذاء اليومي المعتاد فقط. بعد 30 يوم من بدء التجربه قام الباحث بقيام مستوى هرمون الاف اس اتش في الدم وسجل نتائجه بالجدول المقابل بناء على نتائج التجربه اجل. هنا ديت المجموعة س والمجموعة ص مستوى الاف اس اتش في الدم، س كان 13%، ص كان 64%، يعني ص كان نسبة هرمون الاف اس اتش اعلى، وس كان نسبة الاف اس اتش كان اقل. س ديت هي اللي تناولت الغذاء الجديد، لكن التانية ديت هي خدت الغذاء اليومي المعتاد. يبقى س اللي خدت الغذاء اللي هو فيه نبات الريحان ده ديت كده قللت الاف اس اتش. فهنا بيقول لك اي مما لا يعتبر صحيح بالنسبه لذكور المجموعتين. الف ذكور المجموعه س اللي هي عندها الاف اس اتش نسبته بقت اقل هتنتج حيوانات منويه باعداد اكبر من ص، طبعا غلط، باعداد اقل عشان الاف اس اتش هو اللي بيكون الحيوانات المنويه. فبالتالي الذكور هتكون حيوانات منويه باعداد اقل، صح، عشان الاف اس اتش قل، والاف اس اتش ده هو اللي بيكون الحيوانات المنويه. ج بيقول لك الذكور في المجموعه س وص هتنتج نفس العدد، طبعا غلط، ص هنا الاف اس اتش اعلى فبالتالي هيكون حيوانات منويه اعلى. ده الذكور المجموعة ص تنتج حيوانات منوية بأعداد أكبر من المجموعة س ولكنها غير مكتملة النضج، لا هتكون مكتملة النضج عشان هو ذكر، فبالتالي هيكون حيوانات منوية كاملة النضج. رقم 2 أي مما لا يعتبر صحيح بالنسبة للناس المجموعتين. مستوى الاستروجين في دم الناس المجموعة س هيكون أعلى من ص. طبعا الاستروجين ده جاي ان الاف اس اتش كان حصيلة الجراف تفرز استروجين، فهنا الاف اس اتش في س أقل، يبقى كده حصيلة الجراف أقل، فبالتالي الاستروجين هيكون أقل مش أعلى. مستوى الاستروجين في دم الناس المجموعه س اقل من ص، برضو ديت هي الصح، فبالتالي الاختيار الصح هيكون ب. ج بيقول لك مستوى هرمون البروجسترون في دم الناس المجموعه س اعلى من ص، طبعا قلنا س ديت هتكون اقل، اف اس اتش اقل، يبقى حصيله الجراف اقل، يبقى الجسم الاصفر اللي هيكون من حصيله الجراف ديت هيكون اقل، فبالتالي هيكون طبعا اقل. البروجسترون في س هيكون مساوي، طبعا غلط، هيكون اقل، فبالتالي الاختيار الصح هيكون ب. رقم 74 هي التركيب التالية إذا حدث به خلل أدى إلى تأخر نمو الثديين لدى الأنثى عند البلوغ. تأخر نمو الثديين عند البلوغ ديت أصلا الصفات الجنسية الثانوية ديت وظيفة الاستروجين. الاستروجين ده بيكون جاي من حويصل الجراف، حويصل الجراف ده بيكون ناتجة من الاف اس اتش، فالاف اس اتش يبدأ إن هو يكون حويصل الجراف، حويصل الجراف ديت تفرز استروجين، استروجين يبدأ إن هو يعمل نمو للثديين.
فهنا بيقول لك ايه؟ تاخر النمو. يبقى كده مفيش استروجين، مفيش هنا اختيار بيتكلم على الاستروجين، يبقى مفيش حصيله جراف، مفيش هنا حاجه بتتكون على حصيله جراف، يبقى مفيش اف اس اتش، بالتالي مفيش فص امامي. ما هنا الاف اس اتش جاي من الفص الامامي اصلا، فهنا المشكله في الفص الامامي من البدايه. بطانه الرحم غلط، النخاع الغده القذريه غلط، الفص الخلفي غلط. فهنا الاختيار الصح يكون ج، الفص الامامي للغده النخاميه، هيقلل الاف اس اتش، يقلل حصيله جراف، يقلل الاستروجين، يؤدي الى تاخر النمو. 75 أي الهرمونات التالية لا يساهم في ظهور اللحية في ذكر الإنسان البالغ. طبعا ديت صفات جنسية ثانوية في الذكر، فبرضه كده لا يساهم فيها، ملوش علاقة بيها. ال اتش هو اللي بيكون الهرمونات اللي هو التستوستيرون والالدوستيرون، فدول هم أصلا اللي بيكونوا الصفات الجنسية الثانوية، وال اتش هو اللي بيكون الخلايا اللي بتفرز الهرمونات دي. يبقى اللي هو لا يساهم في ظهور اللحية، ملوش دور في الهرمونات اللي هو أو الصفات الجنسية الثانوية، هو ال اف اتش، لأن ده ليه علاقة باللونيبيبات المنوية والحيوانات المنوية. ندخل بعد كده على اخر جزئيه، هرمونات القناه الهضميه. 76 بيقول لك بعد تناولك وجبه مكونه من الخبز والفول والزيت، اي الهرمونات من المتوقع عدم ارتفاع نسبته بالدم. الخبز كربوهيدرات، الفول بروتين، الزيت ده عباره عن الدهون. فهنا انت كلت كربوهيدرات يبقى كده الجلوكوز عالي، كلت الفول يبقى البروتين عالي، كلت زيت يبقى كده الدهون عاليه. مين هنا بيقول لك عدم ارتفاع نسبته بالدم؟ الكوليسيستوكاينين ده طبعا هيزيد هو والسكرتين عشان يروح ان هم ينشطوا البنكرياس عشان يفرز عصارته. الانسولين هيزيد عشان يقلل الجلوكوز اللي زاد بسبب الخبز. ما انت طبعا كلت خبز، الخبز ده عباره عن كربوهيدرات فيه جلوكوز، فيبدا ان الانسولين يزيد. لكن اللي مش هيزيد هو الجلوكاجون، عشان طبعا هنا الانسولين هيزيد يقلل، يعني انت هنا بعد ما اكلت فطبعا الجلوكوز هيزيد، فلازم الجلوكاجون يقل ما يزيدش عشان الانسولين يبدا ان هو يشتغل ويقلل الجلوكوز للنسبه الطبيعيه. 77 اي الاعضاء لا يحتوي على خلايا غديه صماء. الخصيه ديت فيها خلايا غديه صماء، اللي هو الخلايا البينيه بتفرز الهرمونات في الدم مباشره. البنكرياس قلنا غده مشتركه فبالتالي فيها غده صماء. بطانه المعده ده بتفرز هرمون الجسرين في الدم مباشره، فبالتالي ديت فيها غده صماء. يبقى هو هنا اللي هو لا يحتوي على خلايا غديه صماء، بطانه المريء، لان بطانه المريء ديت ما قلناش ان فيها اي هرمون. 78 بيقول لك ما الهرمون الذي يفرز عند بدء وصول الطعام الى المعده؟ يبقى اللي هيشتغل اللي هو هرمون المعده، اللي هينبه المعده ان هي تفرز العصاره الهاضمه بتاعتها عشان الطعام داخل المعده. يبقى طبعا ده الهرمون اللي بيحفز المعده على افراز العصاره الهاضمه، هو الجسترين، بيخرج من المعده ويمشي في الدم، يرجع للمعده ينبهها ان هي تفرز العصاره الهاضمه. 79 بيقول لك ما الهرمون الذي يؤثر في عمليه امتصاص السكريات الوحيديه في الامعاء الدقيقه؟ طبعا قلنا ديت وظيفه هرمون الثيروكسين، قلنا ان هو بيعمل على امتصاص السكريات الوحيديه زي الجلوكوز من الامعاء الدقيقه الى الدم. رقم 80 بيقول لك اي الهرمونات التاليه يعتبر عضو افراز هو نفسه عضو الاستجابه؟ لسه قايلين الجسترين، قلنا الجسترين ده بيفرز من المعده، يمشي في الدم، يرجع يأثر تاني على المعده عشان يحفزها ان هي تفرز العصاره الهاضمه. رقم 81 بيقول لك ايه الهرمونات التاليه بيأثر في عمليه هضم قطعه من الخبز؟ الخبز ده عباره عن كربوهيدرات، يعني عباره عن سكريات. لو انت فاكر الكربوهيدرات ده كانت اول هضمها بيكون في الفم عن طريق انزيم الاميليز اللعابي، بيبدا ان هو يحول النشا الى مالتوز. بعد كده المعده لا ما كانش فيها حاجه على الكربوهيدرات. بعد كده ندخل بقى على الامعاء ده كان فيها رقم 1 العصاره البنكرياسيه في هضم طبعا الكربوهيدرات، كان فيها انزيم الاميليز البنكرياسي بيحول برده النشا الى مالتوز. بعد كده العصاره المعويه كان في بقى الانزيمات اللي هي بتحلل المالتوز، اللي هو انزيم المالتيز كان بيحول المالتوز الى 2 جلوكوز. فبالتالي من الاخر هضم قطعه من الخبز ده بيكون بسبب العصاره بتاعه البنكرياس. فعصاره البنكرياس اللي بينشطها هرمونين، هرمون السكرتين وهرمون الكوليسيستوكاينين، فبالتالي الاختيار الصح هيكون ج. الانسولين ده طبعا اللي هو بيقلل الجلوكوز، فطبعا ده غلط مش الهضم. الجاسترين ده المعده، الثيروكسين ده الامتصاص، فبالتالي هضم قطعه الخبز، الكوليسيستوكاينين عشان البنكرياس. 82 اخر سؤال في اسئله الاختيار، ايه الهرمونات التاليه بتاثر في عمليه هضم قطعه من اللحم؟ اللحم ده عباره عن بروتين، النمو ده بيعمل النمو يبقى طبعا غلط، سيروكسين ده امتصاص السكريات الحضريه طبعا غلط، كورتيزون ده بيزود السكر يبقى طبعا غلط. احنا عايزين نهضم قطعه من اللحم، فبالتالي ده كده يكون الجاسترين. ليه الجاسترين؟ عشان قلنا الجاسترين بيخرج من المعده ويبدا ان هو يمشي في الدم ويرجع للمعده يحفزها ان هي تفرز العصاره الهاضمه بتاعتها، والعصاره الهاضمه بتاعت المعده اللي هو انزيم البيبسين، وانزيم البيبسين ده اللي هو بيهضم البروتين ويحوله الى عديد البيبتايد. كده الحمد لله نكون خلصنا اسئله الاختيار، ندخل بقى بعد كده على اسئله المقال. واحد بيقول لك ادرس الشكل المقابل ثم حدد. هنا غده صماء بتفرز هرمون واحد يروح على غده صماء ب تفرز هرمون 3 يروح على الكليه، والكليه بعد كده لما يروح عليها يعمل اتزان للميه والمعادن في الدم. يبقى غده صماء الف ده اكيد الغده النخاميه، الفصل الثاني الغده النخاميه تحديدا، يفرز هرمون الف اللي هو الاي سي تي اتش،
عشان يبدا ان هو يروح على قشره الغده الكظريه، تفرز هرمون رقم 3 اللي هو هرمون الالسترون، يروح على الكليه يعمل اتزان للمعادن. طب هنا بيقول لك اتزان الميه، يبقى غده صماء الف في الغده النخاميه تفرز هرمون الاي دي اتش على طول، ده رايح على الكليه على طول من غير اي حاجه ولا غير غدد. فاحنا هنا عرفنا ان ده الالسترون عشان في هرمون رايح على الغده يخليها تفرز الالسترون، لكن ده هرمون على طول على الكليه من الغده النخاميه، يبقى ده الاي دي اتش. يبقى استنتج اسماء الغدد الف وب. الف ديت الغده النخاميه، وب ديت اللي هي الغده الكظريه او تحديدا قشره الغده الكظريه. اسماء الهرمونات 1 و2 و3: 1 اس تي اتش، 2 الاي دي اتش، 3 الالدوستيرون. 2 ندرس الشكل المقابل يوضح تركيب احدى الغدد الصماء في جسم الانسان. ثم اجب. ديت غده صماء فيها جزء خارجي وفيها جزء داخلي، الجزء الداخلي افرز هرمون عين يبقى ده كده النخاع، وهنا هرمون س وهرمون ص يبقى ديت كده اللي هو هرمون ص، ده خارج اهو من الجزء الخارجي يبقى ده هرمون جاي من القشره، وده خارج من الجزء الداخلي يبقى ده هرمون جاي من النخاع، وده هرمون اصلا داخل على القشره يبقى ده هرمون منبه للقشره اللي هو الاي سي تي اتش. فهنا بقول لك ما طبيعه الهرمون ص. الهرمون ص من القشره طبيعته يعني هو بيتكون من ايه؟ طبعا قلنا قشره الغده الكظريه والمناسل ديت عباره عن هرمونات استيرويديه او ليبيديه، فده عباره عن ليبيدات او الدهون. رقم 2 بيقول لك ما الهرمون س ومكان افرازه. الهرمون س ده الاي سي تي اتش مكان افرازه الفص الامامي للغده النخاميه. رقم 3 منع التنبيه اللي بسبب افراز الهرمون ص، ده تنبيه هرموني، والهرمون عين ده النخاع فده بيكون تنبيه عصبي. رقم 3 بيقول لك الشكل المقابل بيوضح خليه في غده صماء في ضوء ذلك اجل. هنا ديت حويصلات تحتوي على الادرينالين يبقى ده كده نخاع الغده الكظريه. فبيقول لك ما اسم الغده، طبعا ديت الغده الكظريه او بين قوسين نخاع الغده الكظريه. 2 بما تفسر وجود وعاء دم ملاصق للخليه الغديه، لان الغده الكظريه غده صماء تصب افرازاتها في الدم مباشره. رقم 4 وضح العلاقة بين نقص الأنسولين والعطش. نقص الأنسولين دي بيؤدي إلى زيادة البول في الدم وفي البول، بيؤدي إلى زيادة الجلوكوز في الدم والبول، فزيادة الجلوكوز في البول يؤدي إلى خروج كمية كبيرة من المية، فبالتالي يؤدي إلى نقص المية في الجسم ومما يؤدي إلى العطش. رقم 5 بيقول لك المخطط المقابل بيوضح العلاقة بين بعض المواد في العضلة التوامية للإنسان. تعال نشوف الشكل ده كده. هنا جايب لك الجلوكوز بيتحول إلى جليكوجين، 1 الجلوكوز يتحول لجليكوجين، 2 العكس الجليكوجين هو اللي هيتحول إلى جلوكوز. هنا بيقول لك الاكسجين في جلوكوز في وجود الاكسجين وفي غياب الاكسجين. طبعا في وجود الاكسجين بيعمل التنفس الهوائي، وفي غياب الاكسجين بيعمل التنفس اللاهوائي. طبعا التنفس الهوائي ده الجلوكوز بيتحول فيه الى اي تي بي زائد بخار الميه ال H2O زائد ثاني اكسيد الكربون اللي هو اكسده الجلوكوز العادي في وجود الاكسجين التنفس الهوائي. ده في التنفس اللاهوائي الاي تي بي زائد حمض اللاكتيك اللي هو بيؤدي الى تراكم حمض اللاكتيك في التنفس اللاهوائي وبيعمل الاجهاد العضلي. فهنا رقم 1 بيقول لك متى يحدث التحول رقم 1 اللي هو من الجلوكوز الى الجليكوجين. ده طبعا وظيفه الانسولين، فالكلام ده بيحصل عند زياده الجلوكوز عن النسبه الطبيعيه. متى يحدث التحول، طبعا فسر اجابتك عشان يقلل الجلوكوز للنسبه الطبيعيه. متى يحدث التحول رقم 2 عند نقص نسبه جلوكوز، وطبعا تفسير او فسر اجابتك ان هو يزود الجلوكوز عن طريق تحويل الجليكوجين المخزن في الكبد والعضلات الى جلوكوز. مقاسم الهرمونات المستخدمه في التحول رقم 1 والتحول رقم 2. التحول رقم 1 هنا جلوكوز الى جليكوجين يبقى ده بيقلل الجلوكوز، يبقى هنا الهرمون الانسولين. التحول رقم 2 من جليكوجين الى جلوكوز يبقى ادرينالين وجلوكاجون. رقم 4 من النتائج التي يشير اليها رقم 3 ورقم 4 طبعا قلناها. 3 ديت H2O زائد CO2 و4 حمض اللاكتيك. رقم 6 بيقول لك ادرس الرسم البياني المقابل ثم اجب. هنا الرسم البياني المقابل ده جايب لك الزمن بالدقائق، هنا جايب لك 48 دقيقه وده تركيز الهرمون. هنا ده كده تركيز الانسولين في بدايه تناول الوجبه، وده تركيز الجلوكوز في بدايه تناول الوجبه. تركيز الجلوكوز بص هنا لما بدا ان هو يزيد في الاخر بعد تناول الوجبه، هو لما بدا ان هو يزيد ادي الجلوكوز بدا ان هو يزيد مع الانسولين بدا ان هو يزيد، وكان عشان يقلله. فهنا بيقول لك هل الرسم بيوضح حاله شخص سليم ام شخص مصاب ولماذا؟ هنا بيقول لك ان هو تركيز الجلوكوز في بدايه تناول الوجبه وهو كان بياكل، بعد ما بقى ياكل هنا الجلوكوز بدا ان هو يرتفع حتى ما عداش ال 120 اللي هي النسبه الطبيعيه، اعلى نسبه في الطبيعيه اللي هو من 80 ل 120، هو حتى ما عداش ال 120، وكمان لما زاد الانسولين زاد معاه، فهنا الانسولين طبيعي فبالتالي الشخص ده كده طبيعي. لماذا؟ عشان الجلوكوز ما عليش عن ال 120 وعشان الانسولين شغال وبيعمل بكفاءه وزاد معاه لما لقى ان الجلوكوز بيزيد. 2 فسر تزايد الانسولين مع ثبات نسبة الجلوكوز في الدم في بداية الفترة ايه؟
بدايه الفتره ايه اللي هي ديت. هنا بيقول لك ان الجلوكوز كان ثابت ولكن الانسولين هو اللي بيزيد. فايه هنا السبب؟ السبب هنا ان هو هيزيد عشان هرمون الانسولين ده وظيفته ان هو بيعمل على مرور السكريات الوحيديه طبعا ما عدا الفركتوز. فهنا انت بتبدا ان انت تاكل فالجلوكوز بيزيد، الانسولين يروح جاي زايد واخد الجلوكوز ده يدخله جوه الخلايا، فعشان كده الجلوكوز ما زادش في الدم بس هو خده زوده في الخلايا. رقم 3 ما أهمية تزايد هرمون الأنسولين في الفترة سي؟ الفترة سي هو زاد هنا مع زيادة الجلوكوز في الدم، فطبعا هنا أهميته إن هو يقلل الجلوكوز الدم للنسبة الطبيعية. رقم 4 ماذا تتوقع لشكل منحنى كل من الجلوكوز والأنسولين بعد مرور 4 ساعات من تناول الوجبة؟ الاثنين بعد ما كانوا زايدين كده الاثنين هيبدأوا إن هم يقلوا. 7 بيقول لك شخص بيعاني من سمنه مفرطه، اشار عليه صديقه بالتقليل من تناول الاغذيه الغنيه بالدهون حتى ينقص وزنه ولكنه لم يقلل من تناول النشويات فزاد وزنه. ما تفسيرك لذلك؟ ان النشويات ديت عباره عن كربوهيدرات، فهنا الجلوكوز الزايد الانسولين بيحوله الى دهون تخزن في انسجه الجسم فهو ده اللي زود وزنه. رقم 8 بيقول لك الشكل التخطيطي المقابل بيمثل غده مختلطه في جسم الانسان. غده مختلطه يبقى ده كده بيعبر عن البنكرياس، يبقى س دي كده بيعبر عن الخلايا القنويه، ص ديت حجمها كبير او عددها كبير يبقى ده كده اللي هي خلايا بيتا، وعين ديت كده اللي هي عددها صغير او حجمها صغير يبقى ده كده الفا، وديت كده اللي هي الخلايا الحويصليه. الخلايا الحويصليه جاي لها هرمون واحد يبقى ده كده هرمون السكرتين وهرمون الكوليسيستوكاينين، وبتفرز رقم 4 ديت اللي هي العصاره الهاضمه. هنا صاب بتفرز هرمون 2 يبقى ده كده من بيتا يبقى اللي هو الانسولين، 3 ده من الفا يبقى هو الجلوكاجون. فهنا ماذا يمثل كل من س وص وعين خلاص قلناها، ماذا تمثل الهرمونات 1 و2 و3 خلاص قلناها. رقم 9 بيقول لك هرمون س بيفرز من 3 انواع من الانسجه الغديه، حدد اسم الهرمون ومكان افرازه والدور الذي يقوم به. طبعا الهرمون اللي احنا قلنا ان هو بيتفرز من 3 اماكن مختلفه ده هرمون الريلاكسين. قلنا هرمون الريلاكسين ده بيتفرز منين؟ قلنا ان هو بيتفرز من الجسم الاصفر والمشيمه وبطانه الرحم، طبعا ده كده اماكن الافراز. الدور الذي يقوم به ان هو بيعمل على ارتخاء الارتفاق العيني في نهايه فتره الحمل اللي سهل من نزول الجنين. اخر سؤال رقم 10 بيقول لك الجدول المقابل بيوضح نتيجه تحليل دم لاحد المرضى. هنا الماده ونتيجه التحليل وده المدى الطبيعي من الى الاي سي تي اتش وايونات البوتاسيوم. الاي سي تي اتش نتيجه التحليل كانت 80 والطبيعي من 7.2 ل 63 يبقى هنا الاي سي تي اتش مرتفع. في زياده في الاي سي تي اتش. ايونات البوتاسيوم الطبيعي بتاعها من 3 ل 5 هي 5 و8 فهنا ايونات البوتاسيوم مرتفعه. طبعا التحليل ده تحليل دم يعني هنا ده كده نسبة البوتاسيوم في الدم مرتفعة. نسبة البوتاسيوم في الدم مرتفعة، ومين اللي بيقلل نسبة البوتاسيوم المرتفعة ديت؟ هرمون الالسترون. طب هنا هرمون الالسترون مش شايف شغله كويس، ما قللش البوتاسيوم للنسبة الطبيعية والبوتاسيوم مرتفع في الدم والمفروض الالسترون هو اللي كان يقلله، هنا ما قللوش يبقى اكيد هنا في نقص في الالسترون. فعشان كده الاي سي تي اتش بالتغذية الرجعة السلبية الغدة النخامية زودته، قالت له روح على قشرة الغدة الكظرية خليها تفرز الالسترون عشان يشتغل ويقلل البوتاسيوم الزايد في الدم ويتخلص منه عن طريق البول. فبالتالي هنا الاي سي اتش طبيعي، البوتاسيوم هنا طبعا مش طبيعي، الخلل هنا يكون فيه الالسترون اللي هي قشره الغده الكظريه، طبعا دي بالتغذيه الرجعه السلبيه. فهنا رقم 1 بيقول لك ما مستوى هرمون الالسترون، فسر اجابتك. مستوى الالسترون هيكون اقل من النسبه الطبيعيه، فسر اجابتك ارتفاع البوتاسيوم عن النسبه الطبيعيه. ما نوع الخلل الذي يعاني منه هذا المريض؟ هنا الخلل ده كده قصور في قشره الغده الكظريه، قصور ديت يعني نقص الافراز. كيف يمكنك الاستدلال على ذلك؟ عن طريق ارتفاع الاي سي تي اتش وارتفاع البوتاسيوم في الدم. كده الحمد لله نكون خلصنا الدرس كامل. يا ريت لو انتوا من الفيديو اعملوا لايك للفيديو، اكتبوا كومنت حلو عشان تشجعوني ان انا اسير في تنزيل الفيديوهات، وشاركوا الفيديو لكل اصحابك عشان يستفيدوا. ما تنساش الدال على الخير كفاعله، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم شهر الفيديوهات الجديده اول ما تنزل على القناه. شكرا لكم على المشاهده، كان معكم مستر احمد شرقاوي. انا طبعا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.